السلام عليكم حبايبي طلبة ثالثة ثانوي دفعة 2027. النهارده إن شاء الله بنكمل معاكم كورس التأسيس، وصلنا للمحاضرة الرابعة أو الفيديو رقم 4 اللي بيتكلم عن الجيناتكس. الجيناتكس يا حبايبي يعني علم الوراثة. فالنهارده جايين نتكلم عن الوراثة، وأنت ليه عندك الصفات دي؟ يعني إيه؟ لو أنت قاعد ليه عينك خضراء مثلا، كانت عينك خضراء، ليه شعرك ناعم، ليه طويل، ليه بتقول لي دايما اصل انا وارث جينات كده، وارث جينات من والدي، وارث جينات من والدتي كده. يعني الوراثه قائمه على الجينز بالظبط كده. الجيناتيك انفورميشن، وبنتكلم هنا عن المعلومات الوراثيه، هي الجينز، هي المسؤوله عن نقل الصفات، مسؤوله عن الترانسفير اوف تريتس، مسؤوله عن الترانسفورميشن اوف تريتس من جنريشن لجنريشن. يبقى انا دلوقتي بقى عندي يونتس جديده او يونتس بتكلم عنها اسمها جينز. فالجينز يا جماعه هي الوحدات اللي بتشيل الجيناتيك انفورميشن، المعلومات الوراثيه. يبقى خلاص كلنا بنورث لعيالنا جينز او ورثنا من ابائنا جينز. الجينات دي بقى موجوده عندك دلوقتي اكيد طبعا. فين؟ اكيد يا مستر الجينز موجوده في النيوكليوس. ليه؟ علشان الجينز اصلا انت فاهم ان هي دي ان ايه، ما الدي ان ايه هو اصل المعلومات الوراثيه. فالجين ده اصلا هو جزء من الدي ان ايه، ومفروض ان هو يكون موجود على الكروموزومز، على الكروموسومات. ويا جماعه موجودين جوه النيوكليوس. يعني نقدر نقول من كده ان الجينز هتلاقيهم ان هم اكزيست او اون كروموسومز. دايما الجينات او المعلومات الوراثيه هتلاقي ان هي موجوده على الكروموسومات. موجوده فين بقى دي؟ قال لي ذات exist inside nucleus. شباب احنا عارفين في الايوكاريوت بالذات هتلاقي ان عندنا حاجه اسمها نيوكليوس. حبيبي اللي قاعد دلوقتي بيقول لي يعني ايه ايوكاريوت؟ ما تنساش الايوكاريوت دي كانت زي البكتيريا. يعني الايوكاريوت دي كانت اي حاجه غير البكتيريا. على سبيل المثال انيمال سيل مثلا، خليه حيوانيه. لو جينا نرسم خليه انيمال سيل للمره الثالثه ولا الرابعه، هتبص تلاقي ان احنا عندنا بره كده كان في فاكر البلازما مين؟ صح، البلازما ممبرين او السيل ممبرين. وفي سائل هتلاقيه موجود هنا كان اسمه ايه؟ سايتوبلازم. وهتلاقي بعد كده ان احنا بيكون معانا طبعا نيوكليوس. النيوكليوس بيكون عندها نيوكليار ممبرين. هتلاقي تبص هنا كده اهو، ادي نيوكليار ممبرين. والنيوكليار ممبرين دي يا شباب هنلاقي ان هي بقى جوه منها الجيناتيك ماتيريال مرصوصه اهي وموجوده في صوره كروموسوم. يعني عندي هنا كده دي عباره عن كروموسومز. الكروموسومز موجوده فين؟ قال لي والله محاطه بنيوكليار ممبرين وقاعده جوه النيوكليوس زي ما حضرتك شايف. الكروموسوم ده بقى هتلاقي عليه الدي ان ايه جوه. هديك دلوقتي تفاصيل كامله عن الكروموسوم، لكن عموما خلينا نعرف اهو ونتاكد ان الدي ان ايه هيكون موجود عندي جوه الكروموسومات شايل الجينات. اذا يا جماعه بقى معايا حاجه اسمها كروموسوم. ما تنساش حسب ما قلنا في الدرس الاول وفي الدرس الثاني من محاضرات التاسيس بتاعتنا ان الكروموسومز اصلا بيكونوا عباره عن كوندنسد كروماتين. كوندنسد كروماتين. هو الكروماتين ده كان عباره عن ايه؟ كروماتين يا استاذنا كان عباره عن دي ان ايه ومعاه بروتين. يبقى يا شباب عندنا الدي ان ايه والبروتين دول مع بعض كده بيكونوا الكروماتين. والكروماتين يا حبايبي هم لما يتكثفوا بيكون كروموسوم. اذا كان عندنا اصلا سؤال لو انت فاكر واحنا بنحل الواجب بتاع الدرس الثاني، كان بيقول لك ان الكروموسوم عنده تو بوليمرز. مين هم؟ اهم الدي ان ايه والبروتين. يبقى يا جماعه الكروموسومز هي عباره عن كوندنسد كروماتين وبتكون عباره عن دي ان ايه وبروتين. طب شكل الكروموسوم كان عامل ازاي؟ الشكل المعتاد اللي انت تعرفه ان الكروموسوم بيكون عنده تو كروماتايدز. خلي بالك بيبقوا عندي متصلين في نقطة اسمها سنترومير. الكلام ده يا جماعة كان عندنا في ثالثة إعدادي. يبقى هنا أنت عندك تو كروماتايدز connected at point called centromere. خلي بالك في حاجة عندك اسمها سنتروسوم، إنما اللي قدامك ده اسمه سنترومير. ده المكان اللي بيوصل
كل 2 كروماتايد. وعايزك تبقى عارف ان مش دايما الكروموسوم بيكون على الشكل ده. هعرفك القصه دي كمان دقايق. يبقى يا جماعه هنا احنا كده رسمنا شكل الكروموسوم. فالكروموسوم كيميائيا بيتكون من 2 بوليمرز، دي ان ايه وبروتين. انما كستراكشر بقى هيبقى 2 كروماتايدز كونكتد at centromere. الكلام ده at certain stages في مراحل معينه of cell cycle، يعني مش دايما هتلاقي ان هو موجود بالشكل اللي قدامك ده. يبقى يا اساتذه عندنا هنا ده كان الشكل عندي بتاع الكروموسوم. ولكن بعض الناس دلوقتي بدأ يختلط عليها امر ما، وهو مستر هو مين جوه مين ولا ايه جوه ايه؟ انا اسمع ان النيوكليوس مهمه، ليه؟ اصل فيها الجيناتيك ماتيريال، المعلومات الوراثيه، او بيقولوا فيها الدي ان ايه، والدي ان ايه ده موجود جوه الكروموسوم، وبيقولوا لي الجين جوه الدي ان ايه، وبيقولوا لي ان الدي ان ايه المونومرز بتاعته كانت اسمها نيوكليوتايد. فاكر؟ فواحد قال لي بقى بص انا تهت يا مستر، نيوكليوس وجين وكروموسوم ونيوكليوتايد ودي ان ايه، هم مين جوه مين جوه مين؟ اهدى كده استهدى بالله. احنا يا باشا عندنا السيل. قلت له السيل هتلاقي فيها بروتوبلازم وبلازما ممبرين، او بروتوبلازم وبلازما ممبرين وبره منه سيل وول. البروتوبلازم كان فيه نيوكليوس وسيتوبلازم. ركز مع النيوكليوس. لو بصيت جوه السيل هتلاقي النيوكليوس. طبعا انا كلامي عن الايوكاريوت. طب ما تيجي نخش جوه النيوكليوس هتلاقي ايه؟ قلت له في الايوكاريوت هتلاقي ان النيوكليوس عنده كروموسومز. قلت له تمام. الكروموسومز هتلاقي ان هي بتحتوي على حاجتين، مين هما؟ دي ان ايه وبروتين. طبعا البروتين مش هو الجيناتيك ماتيريال، مش هو المعلومات الوراثيه. المعلومات الوراثيه في الدي ان ايه. يبقى انا دلوقتي السيل فيها نيوكليوس، والنيوكليوس هتلاقي ان هي جوه منها كروموسومز. كروموسوم فيها بروتين ودي ان ايه. لا ركز لي بقى مع الدي ان ايه. طب الدي ان ايه هتلاقي جوه منه مين؟ في ايه اللي جوه الدي ان ايه؟ قلت له بص يا عم، كل دي ان ايه مولكيول بيكون شايل عدد كبير من الجينز. تاني، كل دي ان ايه مولكيول بيشيل عدد كبير من الجينز، بيوصلوا لثاوزندز اوف جينز، الاف الجينات. الجين بقى عباره عن ايه؟ الجين هو عباره عن نيوكليوتايد. يبقى انا كده مشيت معاك سيكونس واحده واحده عشان نعرف مين جوه مين جوه مين جوه مين. يبقى يا جماعه السيل مالها؟ السيل جوه منها نيوكليوس. النيوكليوس بص عليها هتلاقي عندها كروموسوم. الكروموسوم اللي هو بيبقى في بعض الاحيان 2 كروماتايد ده، وعندهم سنترومير. طب سيبك منه، المهم دلوقتي انا عايز اعرف مين الكيميكال ستراكشر. قال لي بروتين ودي ان ايه. الدي ان ايه يحمل جين. خلي بالك كل دي ان اي مولكيول هتبص عليها تلاقي ان هو كارز thousands of genes، بيحمل الالاف من الجينات. طب يا مستر هو الجين عباره عن ايه؟ الجين is a sequence of nucleotides. ايه ده يعني ايه؟ تسلسل من النيوكليوتايدز. لو انت فاكر لما كنا بنشرح جزء الدي ان ايه في اول حصه تاسيس، كنت بتلاقي عندك A وجي وسي وتي، ايوه اللي هي اسماء النيتروجينوس بيزز. يعني عايز اقول لك ان الجينات اصلا بيطلق عليها الاسم ده وهي تسلسل من النيوكليوتايد. يعني مثلا يجي يقول لك ايه على سبيل المثال، الجين ده ده الجين المسؤول عن لون العين مثلا. طيب يجيب لك جين زي ده ويقول لك ده الجين المسؤول مثلا عن لون البشره. يبقى خلي بالك اصلا هو الجين بيكون عباره عن سيكونس اوف نيوكليوتايد. والنيوكليوتايد في الدي ان ايه كانت فيها شوجر دي اوكسي رايبوز، فاكر؟ وعندك الفوسفات جروب. واللي كان بيختلف عندي من نيوكليوتايد لنيوكليوتايد كان دايما هو الاسم بتاع النيتروجينوس بيز اللي هو الادينين جوانين سيتوزين ثايمين. مش موضوعنا عشان ما نتوهش من بعض، انا بس كنت عايز اعرفك هو مين جوه مين. يبقى يا جماعه عندي السيل فيها نيوكليوس. حضرتك النيوكليوس هتبص تلاقي ان هي فيها كروموسوم هتلاقي فيه دي ان وبروتين. سيبك من البروتين، نوت جيناتيك ماتيريال، ليس ماده وراثيه. الماده الوراثيه يا شباب هي طبعا عندي الدي ان ايه، وهتلاقي ان الدي ان ايه بيحتوي على جينات، والجين اصلا هو تسلسل من نيوكليوتايد زي ما انت شايف. يعني النيوكليوتايدز لما بيتلموا على بعض بيعملوا جينات، والجينات يعملوا لك الدي ان اي مولكيول.
دي ان ايه مع البروتين يعمل لك الكروموسوم، ودول يقعدوا جوه النيوكليوس الموجوده جوه السيل. فده كده هنا يعتبر السيكونس، التسلسل بتاع الايه المعلومات الوراثيه او الاجزاء اللي في الخليه اللي بتكون مسؤوله عن المعلومات الوراثيه. اذا يا جماعه الكروموسوم دي حاجه مهمه، وعايز اقول لك ان الكروموسوم مهم. يعني الكروموسوم نمبر من الحاجات المهمه قوي اللي بتحدد نوع الكائنات الحيه. فالكروموسوم نمبر كونستانت in all individuals of the same species. يعني ايه الكلام ده؟ عدد الكروموسومات ثابت في كل الافراد بتوع نفس النوع. مش فاهم يا مستر؟ قلت له يا حبيبي يعني احنا اهو بشر، ميل او فيميل، كل واحد فينا عنده جوه كل خليه في جسمه 46 كروموسوم. انت عندك 46 كروموسوم بالرغم انك ميل، وزميلتك عندها 46 كروموسوم بالرغم انها فيميل. انسان من افريقيا، انسان من اسيا، انسان من اوروبا، كلنا بشر عندنا 46 كروموسوم في الخلايا الجسديه بتاعتنا. انما لو رحت لكائن تاني، غوريلا مثلا، قلت له اكيد مش هتلاقي 46 كروموسوم. اذا يا جماعه كل نوع من انواع الكائنات الحيه بيتميز انه عنده عدد معين من الكروموسومز في الخلايا بتاعته. فعشان كده الكروموسومات مهمه، وهتلاقي ان هي بتافكت ذا كروموسوم، او هتلاقي ان هما كاري. احنا استنتجنا من الكلام ده كاريز الجيناتيك انفورميشن، بتحمل المعلومات الوراثيه. ايوه يا عم، في الاول وفي الاخر الجينات موجوده على الكروموسومات. ايوه الجينات على الدي ان ايه اللي جوه الكروموسوم. فهنا يا جماعه الكروموسوم بيحمل الماده الوراثيه عادي جدا. يبقى شباب الافراد هتلاقي ان هم كده طالما نفس النوع هتلاقي عندهم نفس العدد الكروموسومات، ولكن اكيد بقى من سبيشيز لسبيشيز هتبص تلاقي في اختلاف. يعني خلينا نقول ان النمبر اوف كروموسومز، العدد بتاع الكروموسوم differ from a species to another، من نوع لنوع. يعني يا مستر دلوقتي لو احنا بنتكلم عن هيومن وبنتكلم عن غوريلا، اكيد عدد الكروموسوم في خليه هير لهيومن وخليه هير لغوريلا هيبقوا غير بعض. الاثنين هير بس ده من كائن وده من كائن. خليه من السكن بتاع الهيومن وخليه من السكن بتاعت الغوريلا غير بعض. حتى في النباتات، لو انت دلوقتي جبت سيل من ليف في نبات البين، نبات الفول، وجبت سيل ثانيه من ليف في نبات مثلا البرتقال، حضرتك هتلاقيهم مش زي بعض. كل نوع من انواع الكائنات طالما سبيشيز غير الثانيه، نوع غير الثاني، هتلاقي ان دايما عدد الكروموسومات اديك شايف اهو بيكون دايما عندي مختلف. وده بيدل على اهميه الكروموسومز في تحديد نوع الماده الوراثيه. تعال نبص كده مع بعض على الجزء اللي شرحناه ده زي ما بيكون ظاهر قدامك في طبعا كتاب الشرح بتاعنا. بنقول ان الجيناتيك انفورميشن او الجينز هتلاقي ان هم بيكونوا responsible for the appearance، مسؤولين عن الظهور بتاع الانهيرتد traits. inherited traits اللي هي الصفات الوراثيه في الليفنج اورجانيزمز. يبقى دايما يا جماعه هتلاقي ان الجينات اهي هي المعلومات الوراثيه مسؤوله عن ظهور الانهيرتد traits. inherited traits يعني صفات وراثيه اهو في الليفنج اورجانيزمز، هتلاقي ان هي بتكون محموله على الكروموسومز. في الخلايا بتاعه الايوكاريوتيك سيلز هتلاقي دايما الكروموسومز قاعدين جوه النيوكليوس، وبتلاقي ان هم surrounded by a nuclear membrane. هتلاقي ان هم بيكونوا محاطين بنيوكلير ممبرين. الكروموسوم هتلاقي ان هو بيتكون من دي ان ايه وبروتين، يبقى كل كروموسوم في دي ان وبروتين. تسلسلات النيوكليوتايد بص بقى اهو هي اللي بتحدد وبتكون الجين، وده اللي بيتحكم في الصفات الوراثيه. لسه قايل لك من شويه ان اصلا يا مستر ان الجين هو عباره عن سيكونس اوف نيوكليوتايدز، هو تسلسل من النيوكليوتايدز. طبعا عندي هنا ادي السيل هتلاقي فيها نيوكليوس، هتلاقي فيها كروموسوم، ادي الدي ان ايه، وعندك بص اهو ادي التسلسل بتاعهم، ادي السيل نيوكليوس اهي، ادي الخليه بصينا على النيوكليوس لو دققت النظر هتلاقي فيه كروموسوم. حضرتك بص على الكروموسوم هتلاقي طلع لك الدي ان ايه دبل هيلكس اللي هو اللولب المزدوج، الشريطين بتوع الدي ان ايه اللي هم التو ستراندز. هتلاقي بعد كده ان هو برضه بيقول لك ان جوه الدي ان ايه في جين
وفي نيوكليوتايد. مكتوب هنا هيستون بروتين، سيبك منها دلوقتي، كده كده ان شاء الله في ثالثه هنتكلم عنها بالتفصيل. وكمان بيفكرك ويعرفك ادي الشكل بتاع الكروموسوم، هتلاقي ان هو بيكون عباره عن 2 كروماتايدز، ادي كروماتايد وادي كروماتايد متصلين في نقطه اسمها سنترومير، مش سنتروسوم، السنتروسوم ده بتاع السبندل فايبرز وتنظيمهم وهكذا، انما ده اسمه سنترومير. الكلام اللي قلناه برضو ان النمبر اوف كروموسومز بيختلف from species to another، من نوع لنوع، ولكنه constant بيكون ثابت في individuals of the same species. وبيعرفك ان الكروموسوم مش دايما ظاهر بشكل التو كروماتايد، لا ده at certain stages في مراحل معينه، وهنفسر دلوقتي ايه المراحل دي عشان بس تبقى عارف. هتلاقي الكروموسوم بيظهر على هيئه تو كروماتايد، في بعض الاحيان هتلاقي الكروموسوم بيظهر على هيئه 1 كروماتايد، وده اللي هنتكلم عنه. ولكن تعالى الاول نتكلم عن انواع السيلز وانواع السيل ديفيجن قبل ما نروح للجزء بتاع اختلاف شكل الكروموسوم ومراحل الخلية ده. ركز بقى معايا علشان داخلين على جزء مهم جدا، جزء هيفيدك قوي 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 في فهم الريبرودكشن وفهم الدي ان ايه ان شاء الله في منهج ثالثه. حبيب قلبي احنا عندنا التايبس اوف سيلز، انواع الخلايا. هي الخلايا لها انواع؟ we have 2 main kinds of cells. النوع الاول اسمه somatic cells، او ممكن نقول عليه مجازا كده body cells. يبقى هنا somatic cell، وممكن نقول عليه يا جماعه برضو body cells. طب النوع الثاني، النوع الثاني هتلاقي ان هو اسمه 6 cells، وبيتقال عليه جاميتس. يبقى تاني يا جماعه عندنا في somatic cells او body cells، والنوع الثاني يا شباب بيتقال عليه 6 cells، وربما يتقال عليه جاميتس. ايه الفرق ما بين النوعين دول؟ تعال نشوف. خلايا الجسم بتاعتك هي كلها somatic cell، دي اصلا بالعربي معناها خلايا جسديه. في اقليه من الخلايا هيتقال عليها 6 cells. ايه دي بقى؟ دي الخلايا اللي بتطلع من الاعضاء التناسليه، يعني من الاخر كده السبيرمز، الحيوانات المنويه بتطلع من التستس اللي هي الخصيتين. وعندنا برضو الاوفا، البويضات بتطلع من الاوفرز اللي هم المبيضين. لكن سيبك بس، تعالى بس نتكلم شويه عن السوماتيك سيل. السوماتيك سيلز الخلايا الجسديه، قال لي والله بص they are the cells of whole body، هي الخلايا بتاعت الجسم كله. يعني لو انا بتكلم معاك عن خليه مثلا زي خليه الجلد، قلت له سوماتيك سيل. خلايا زي وايت بلاد سيل، كرات دم بيضاء، قلت له اكيد يا مستر برضه سوماتيك سيل. خلايا الليفر، خلايا الكبد، سوماتيك سيل. كل دي سوماتيك سيلز عادي، ما عدا اكسبت السيلز produced by gonads، ما عدا الخلايا المنتجه بواسطه الجونادز. مين يا مستر الجونادز دي؟ الجونادز يا حبيب قلبي هي الاعضاء التناسليه. يبقى الجونادز دي اللي بيتقال عليها الاعضاء التناسليه. انما انت هنا بتتكلم عن خلايا الجسم كلها، هتلاقي ان هي السوماتيك. اما بقى اهو اللي طالع من الجونادز هم دول ال6 سيلز. يعني لو عايزين نعرف مين ال6 سيلز هقول لك والله دي بقى زي ار سيلز، دي الخلايا which are produced، هتلاقي ان هي بتنتج by gonads، بتنتج بالاعضاء التناسليه زي التستس وزي الاوفرز. لو هيومن، هو انت ليه بتخيل احنا بنتكلم عن هيومن بس؟ بنتكلم عن الكائنات كلها. يعني الانيمال، الانيمال برضه عنده تستس وعنده اوفرز. او في النبات بقى، النبات عنده حاجه اسمها انثر بتنتج بولين جرين، حبوب لقاح. وعنده برضه هتلاقي ان بينتج ايج سيل جوه اوفري عنده. لا تاني يا مستر كده ايه ده؟ الجونادز يا حبيبي لازم تكون عارف ان الجونادز دي ممكن تكون لايك تستس. تستس يعني خصيتان اللي موجودين في الهيومن والانيمال ميل. وفي برضه الاوفرز، الاوفرز دول المبيضين، ودول موجودين في الفيميل بتاعت اي كائن. في النبات في حاجه اسمها انثر، وده يا جماعه بينتج حبوب لقاح، او ده في النبات يعتبر عضو التذكير في النبات. يبقى انا حاليا بتكلم معاك عن مين هي الجونادز. طب يا مستر اديني امثله على السوماتيك سيلز، هيبقوا زي مين
قلت له تعالى نشوف في السوماتيك سيل. هنا عندنا امثله زي مثلا لو بتكلم عن انيمال او هيومن هقول لك السكين سيل، خلايا الجلد، او لو انا قلت لك الوايت بلاد سيلز، او الليفر سيلز، او النيرف سيلز. طب يا مستر هل النبات بيكون هو كمان عنده سوماتيك سيل؟ السوماتيك سيل يا استاذنا هي الخلايا الغير مسؤوله عن اتمام التكاثر. يعني مثلا الليف سيلز خلايا الورقه، او الروت سيلز خلايا الجذور، دول مالهمش دعوه اصلا بالريبرودكشن في حاجه. وبالتالي يا جماعه دي كده تعتبر عندي هنا امثله السوماتيك سيل. طب يا مستر الناحيه دي في السكس سيل امثلتهم ايه؟ قلت له يا ابني والله في الانيمال او الهيومن خلينا نقول ان السبرمز الحيوانات المنويه هي مثال على سكس سيلز. وكمان لو بنتكلم عن اوفا اللي مش عارف يعني بويضات، حضرتك برضو دي هنا بتنتج من الانيمال او الهيومن فيميل تعرف تتم التكاثر. لو انت برضو بتتكلم في البلانت هتلاقيني بقول لك البولين جرينز، والبولين جرينز اللي هي حبوب اللقاح، حضرتك برضو ده هنا في مقام السبرمز بتاعت الانيمال والهيومن في بقى حاجه اسمها بولين جرين حبوب اللقاح. وفي برضو البويضات هنا اسمها اكسل في النبات. فكل اللي انا بقوله لك ده هي امثله يا سيدي على السكس سيل والسوماتيك سيل. طيب عايزين نعرف دلوقتي ايه انواع الانقسامات اللي بتنتج بيهم كل واحده من دول، وعدد الكروموسوم هل واحد ولا بيفرق؟ قلت له مبدئيا كده بيفرق. عايزك تكون عارف ان دايما الخلايا بتاعت السوماتيك سيلز هتلاقي ان هي عندها 2 copies of chromosome. يعني ايه نسختين؟ they have diploid number of chromosome. يعني ايه يا مستر diploid number دي؟ diploid number يا سيدي يعني 2 copies من كل كروموسوم. مش فاهمك يا مستر حبيبي. كلمة 2 copies دي بنقول عليها مصطلح اسمه 2N. يعني ايه برضو؟ يعني diploid. يعني ايه برضو؟ خلية من خلايا الجلد بتاعتك وانت هيومن فيها كام كروموسوم؟ لسه قايل على فكرة 46 كروموسوم. كل خلية من خلايا جلدك فيها 46 كروموسوم. انت جايبهم منين؟ هتلاقيني جايب نصهم من الاب وجايب نصهم من الام. يعني كل كروموسوم هتلاقي ليه بير، كل كروموسوم ليه واحد زيه، واحد جاي من الاب وواحد جاي من الام. عشان كده السوماتيك سيل دايما بيقولوا عليهم ان هم 2N. 2N يعني ايه؟ يعني 2 copies نسختين. اما بالنسبه للسكس سيلز او الجاميتس وهفهمك اكتر دلوقتي، هتلاقي ان هم they have haploid number of chromosome. ايه هابلويد دي؟ هابلويد دي جايه من هاف. يعني ايه يا مستر؟ قال لي يعني ان نص العدد، وهفهمك حالا ليه. يبقى يا جماعه بيكون عندهم هابلويد نمبر اوف كروموسوم ان. ليه كده؟ قلت له ده علشان نعرف نتمم التكاثر صح. لا مش فاهم يا مستر. واحده واحده يا ابني كده وركز معايا تاني. انا دلوقتي بقيت عندي مصطلحين جداد، مصطلح اسمه ديبلويد ومصطلح اسمه هابلويد. الديبلويد بيقولوا عليه 2N والهابلويد بيقولوا عليه N. يبقى 2N وN. تعالى بقى افهمك ليه. بص يا عم تعالى نفهم ليه. دلوقتي كل واحد فينا خلي بالك عنده مثلا في خلية الجلد في كام؟ في 46 كروموسوم. حلو. طب لو انا بتكلم عن ميل استاذنا الغالي، دي علامة الميل لازم تكون عارفها كويس جدا. دي علامة الميل. لو انا بفترض ان الميل انتج سبيرم. يعني ايه سبيرم؟ حيوان منوي. هو ليه الراجل بينتج حيوان منوي او بينتج حيوانات منويه؟ مفروض علشان مراته في الفيميل، او دي علامه الفيميل، مفروض انها بتنتج اوفا بويضات. فانا عندي اوفم بويضه. قلت له تمام. تاني الانسان عنده كام كروموسوم؟ 46. 23 زوج، 23 بير في المطلق كده. اصبر بس، الكلام ده في السوماتيك سيل. هل السبرم هو كمان عنده 46 كروموسوم؟ لا، لازم يكون نص العدد. واحد بيقول لي لا عنده 46 كروموسوم. يا ابني ازاي؟ حبيبي مفروض اللي هيحصل دلوقتي
وانت اكيد لاقط الكلام ده وعارفه من اعدادي. المفروض بيحصل حاله اسمها فيرتلايزيشن. فيرتلايزيشن يا شباب معناها بالعربي يعني اخصاب، يعني بيحصل اندماج ما بين الحيوان المنوي والبويضه عشان نخلف عيل جديد. حضرتك دلوقتي الجديد اللي هينتج حاجه اسمها زيجوت. الزيجوت ده مفروض ان هو خد معلومات وراثيه من السبيرم وخد معلومات وراثيه من الاوفم. فيما بعد الزيجوت بيقعد يتقسم ويكون امبريو. امبريو يعني جنين، والامبريو بكره يتولد ويبقى تشايلد، يبقى طفل، ويكبر ويكبر ويبقى زينا عادي بني ادم طبيعي. يعني ايه يا ابني؟ ما انا عندي جوه كل خليه 46 كروموسوم. طب ماشي، ما هوش انا جاي من الاب ومن الام؟ قلت له اه. سبرم من الاب اندمج مع اوفم من الام، كونوا بني ادم عنده 46 كروموسوم. يعني السبرم ما ينفعش يكون عنده 46 كروموسوم. تاني كده نتفق، كل واحد فينا عنده كام كروموسوم؟ 46 في كل خليه. طب ما تيجي نفترض، واللي انا بقوله ده غلط، ان الباشا السبرم عنده 46 كروموسوم والبويضه عندها 46 كروموسوم. نهارنا ابيض ان شاء الله. الزيجوت اللي هينتج ده هيبقى 92 كروموسوم. ده مش بني ادم، ده كده مش بني ادم، فما ينفعش اصلا. ايه يعني هنعمل ايه؟ ده هيبقى كائن غريب بقى، ليه شكل غريب وليه صفات غريبه عننا، احجام مختلفه، اشكال مختلفه، يبقى كده هتبقى كارثه. تخيل من ساعه ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض والبشر بداوا يعمروها، تخيل ان لو كل مره كل راجل بينتج سبرمز فيها حيوانات منويه زي كل خلايا جسمه، والفيميل بتنتج بويضات فيها عدد من الكروموسوم فيها برضه، هتلاقي ان نفس عدد الكروموسومات في خلايا جسمه. هيحصل دايما تضاعف عدد الكروموسومات في الزيجوت. كان زمان كل واحد فينا دلوقتي عنده مليارات الكروموسومات، لكن ده ما بيحصلش. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. امال ايه؟ استاذنا لازم تشغل مخك كده معايا، ولازم تكون عارف ان لما نيجي ننتج السبرمز لازم يكون السبرم عنده نص العدد. ايه ده؟ السبرم عنده 23 كروموسوم بس، والبويضه عندها نص العدد، عندها 23 كروموسوم بس. وبعدين لما يحصل ما بينهم فيرتلايزيشن، اخصاب، اندماج ما بين النيوكليوس بتاعه السبرم والنيوكليوس بتاعه الاوفم، هينتج الزيجوت اللي هيكون عنده 46 كروموسوم عشان يا حبيبي يبقى زيه زيك، يبقى انت وهو واحد. يعني دلوقتي راجل عنده 46 كروموسوم في كل خليه من خلايا السوماتيك الجسديه، لما يجي ينتج حيوان منوي لازم ينتج حيوان منوي عنده نص العدد من الكروموسوم. مراته عندها في كل خلايا من خلاياها 46 كروموسوم، لما تيجي تنتج بويضه لازم تنتج بويضه فيها نص العدد من الكروموسومات. الراجل عنده 23 كروموسوم في السبرم، الست عندها 23 كروموسوم في البويضه، اندمجوا مع بعض، مبروك بقى معانا زيجوت في 46 كروموسوم. هينقسم ويبقى بعد كده كل خليه في الجنين عندها 46 كروموسوم، والطفل وبعد كده الادلت كل خليه عندها 46 كروموسوم، فنفضل محافظين على نفس عدد الكروموسومات. اذا خلاص كده اتفقنا ان السبرم لازم يكون عنده النص. السبرم بيقولوا عليه ان هابلويد، هابلويد تفكرك بهاف النص، والبويضه ان هابلويد. ان اندمج مع ان ادانا زيجوت هيكون 2 ان اندمج مع ان ادانا زيجوت هيكون 2 وهنا الزيجوت 2 هتلاقي ان هو بيحتوي على كامل المعلومات الوراثيه زيه زي الاب والام. فبعد كده هتلاقي الخلايا بقى 2 دايما هنا لحد ما التشايلد ده يبقى ادلت. هتلاقي بقى انه بدا بقى الجونادز بتاعته تنتج هي كمان خلايا هابلويد علشان تبقى 6 سيل، ويعرف بعد كده يخلف هو كمان. يبقى كده بدانا نفهم يعني ايه خليه هابلويد ويعني ايه خليه ديبلويد. خليه هابلويد يعني فيها نص عدد الكروموسومات، وبالتالي ده بيدي فرصه لتكوين زيجوت عنده نفس العدد من الكروموسومات الموجوده عند البيرنتس. والخلايا السوماتيك هتلاقي ان هي 2n، فدايما هتلاقي فيها ضعف العدد اللي موجود في الخلايا بتاعه السكس سيلز او الجاميتس ان. كده يا شباب بدانا نفهم ان في نوعين من الانواع بتاعه السيلز، سوماتيك سيلز وسكس سيلز. وعشان نربط الحته دي ونفهم ازاي اصلا يبقى الزيجوت ده يعرف يوصل انه يبقى امبريو،
وازاي يعرف يوصل انه يبقى تشايلد، وبعد كده ازاي ينتج اصلا سبيرمز لما يكبر يبقى ادلت. لازم نبقى عارفين ان في عندنا نوعين من السيل ديفيجن. حاليا هنتكلم عن ان في يا شباب two types of cell division. عندنا يا جماعه نوعين من انقسامات الخليه، لان الزيجوت ده لازم يتقسم علشان يبقى جنين، ولما يكبر لازم يحصل انقسام عشان يعرف ينتج الحيوانات المنويه بتاعته. طيب يا مستر دلوقتي ايه بقى الانواع بتاعه السيل ديفيجن؟ انت عارفهم من ايام ثالثه اعدادي. النوع الاول اسمه ميتوزز، والنوع الثاني اسمه مايوزز. يبقى في نوع يا جماعه اسمه ميتوزز، والنوع الثاني يا شباب اسمه مايوزز. بص بقى، الميتوزز لما اجي اقلبه الادجكتيف بيتقال عليه ميتوتيك ديفيجن. طب المايوزز لما اجي اقلبه الادجكتيف بقول عليه مايوتيك ديفيجن. لا خلي بالك من السبيلنج هنا، دي من الحاجات الغير مقبول فيها اطلاقا اخطاء السبيلنج، لان حرف هنا يطير هيبوظ لك الدنيا. لما نوصل ان شاء الله لجزء الريبرودكشن هتلاقي مهم عندك قوي ان انا اتكلم عن الميوزز والميتوزز. او ساعات بقى تلاقي واحد بيقول لك ايه مايوتيك ديفيجن، ما تجيش بقى تقول لي ايه انا معلمها بام تي واحده وام 2 تي. يا عم عيب بقى، احنا كبرنا على الكلام ده. مايوتيك وميتوتيك هي ميتوزز ومايوزز. يبقى الميتوزز هي ميتوتيك والمايوزز هي مايوتيك، وتعالى نشوف هم دول اصلا بيعملوا ايه والفرق ما بينهم ايه. الانقسام الميتوزس ده يا شباب هو الانقسام اللي بيحصل في العاده في السوماتيك سيلز. عايز اقول لك هنا ان ده occurs in somatic cell. يعني ايه؟ انا دلوقتي لما يبقى عندي طفل صغير، الطفل ده محتاج يكبر. قلت له محتاج يزود عدد الخلايا. شوف طوله بيبقى قد ايه، عايز يطول. حضرتك انت نفسك حتى لما تبقى ادلت بتقعد تعمل ميتوز، لان كل شويه خلايا جلدك دي بتموت وتقع وتطلع غيرها، كل شويه بتجرح، عايز اعمل خلايا جديده مكان اللي اتقطعت. قلت له كل ده بيبقى اسمه ميتوزز او ميتوتيك ديفيجن. فخلي بالك ان يا باشا الميتوزز بيحصل في السوماتيك سيلز. الهدف منه انه بيكيبس الكروموسوم نمبر. يعني ايه برضه بيكيب الكروموسوم نمبر؟ تعالى هفهمك. انا دلوقتي لو معايا خليه، السيل دي عندها 2N من الكروموسوم، يعني 46 كروموسوم يا عم. لو الخليه دي هتتقسم، يعني ايه؟ قال لي يعني انا عندي خليه في الجلد، خليه الجلد دي دلوقتي هتتقسم ايه؟ تبقى 2. هتبقى 2. ايوه انا دلوقتي وانا ادلت كده اتعورت اتجرحت، الخلايا دي خلاص حصل لها رابتشر، تمزقت، دامجت. هيجي خلايا سليمه تبدا تنقسم عشان تزود عدد الخلايا واعوض اللي طبعا عندي فيه مشكله. او عندي طفل صغير خلايا العظم بتاعته لازم تتقسم، ليه؟ عشان تكون خلايا اكتر فيبدا يطول من البونز، وبالتالي الخليه هنا بتتقسم فتدينا 2 سيلز. كل خليه ناتجه الدوتر سيلز، الخلايا الناتجه دي هتبص تلاقي ان هي بيكون عندها نفس العدد من الكروموسوم. اذا يا جماعه كل واحده فيهم هتكون عندها 46 كروموسوم. تاني انا دلوقتي لو بتكلم عن خليه، الخليه دي سوماتيك يا سيدي، خليه السوماتيك سيل دي هتبدا تعمل ميتوزز. هتنتج لك ايه؟ قال لي والله بتنتج لنا بدل ما هي خليه تبقى 2. كل خليه ناتجه هتكون شبه الثانيه وشبه الاصل، وبالتالي انا كده بزود عدد الخلايا. يبقى الميتوزز هدفه increasing number of cells، ولكن with keeping chromosome number بيحافظ على عدد الكروموسومات. لكن تعالى اتكلم عن الميوزز. اولا كده عايز اقول لك ان الميوزز ده لما بيحصل فهو يا باشا occurs in gonads، بيحصل في الجونادز، والهدف عندي to produce ان انا هنتج السكس سيلز او كما يقال عنهم الجاميتس. بس خلي بالك هنا بقى ان الميوزس ده ما بيحافظش على عدد الكروموسومات. حبيب قلبي ما انا في الجونادز الاعضاء التناسليه عايز انتج سبيرمز، واتفقنا من شويه ان السبيرمز لازم يكون عندهم نص العدد بتاع الخلايا الاصليه. يعني خلينا نقول ان اللي هيحصل دلوقتي ان الميوزس ده بيقلل الكروموسوم نمبر into half، بيقلل عدد الكروموسومات الى النص. يبقى يا جماعه الميوزس هتلاقي ان هو دايما بيقلل الكروموسومات الى النص. يبقى يا شباب الميتوزس بيحافظ على عدد الكروموسومات، عندك الميوزس بيقلل الكروموسومات للنص. وده يا جماعه هنا هتلاقي ان هو طبعا مهم قوي لانتاج الجاميتس. يعني
لو انا معايا دلوقتي 2n قلت له قال لي بيبدا يحصل انقسام ميوزز، والميوزز ده لما بيجي يعمل انقسام بصراحه كده بيعمله على مرحلتين. في حاجه اسمها ميوزز 1 هكلمك عنه دلوقتي، وده بيخلي ينتج خليتين، بس بص بقى كل خليه بيبقى عندها النص، ولكن في بعض الاحيان بيكون عايز انا ازود عدد الجاميتس، فبضطر اعمل مرحله ثانيه تبع الميوزز برضو بسميها ميوزز 2، وكل واحده من الخليتين اللي طالعين من ميوزز 1 هتبدا تدينا 2 جداد عشان اوصل بالعدد النهائي ان يبقى معايا 4 سيلز وكل واحده هاف من الخلايا الاصليه. يعني انا عندي دلوقتي ال 2n اللي في الاول دي هقول لك ايه دي الاوريجينال سيل، دي الخليه الاصليه، وفي الاخر خلصت وانتجت الجاميتس، دي بقى ايه الخلايا النهائيه اللي انا طلعت منها بالانقسام. اذا يا سيدي هيكونوا نص العدد بالمنظر ده. يعني يا جماعه لما نيجي نبص كده للي احنا كنا بنتكلم فيه، بص كده علشان يحصل التكاثر فعليا خلينا نقول ان احنا بيكون معانا، ركز بقى في الكلام اللي جاي ده، بيكون معانا سبيرم اوفم اندمجوا مع بعض عملوا ايه؟ فيرتلايزيشن، فالفيرتلايزيشن ده بيرجع العدد الديبلويد تاني. هو انا لو معايا زيجوت، الزيجوت دي بتكون خليه عايز انتج منها جنين، وانت عارف ان الجنين هيبقى عنده خلايا كتير. بص ده 2n وده 2n، اعمل ايه؟ ميوزز ولا ميتوزز؟ قول لي يلا. هعمل ميتوزز. ليه؟ بص انا بدات 2n هيد ب 2n، يبقى انا بحافظ على عدد الكروموسومات. حتى الامبريو عشان يعرف يدي تشايلد شغله كله ميتوزز. الطفل الصغير هيعمل ميوزز ليه اصلا؟ الطفل الصغير لا ينتج جاميتس، لا ينتج حيوانات منويه، الطفل الصغير لا تنتج بويضات، فما بتعملش الميوزز ده الا لما توصل لمرحله الادلت هود، تبقى ادلت، توصل لحاجه اسمها ايدج اوف بيوبرتي، عمر البلوغ. غير كده هتعمل ليه الانقسام؟ يبقى يا جماعه كده بدانا نفهم ان احنا عندنا نوعين من الخلايا ونوعين من الانقسامات. النوع الاول في الخلايا كان اسمه سوماتيك سيل، والنوع الثاني كان اسمه 6 سيلز او الجاميتس. بدانا نفهم كده كل واحد موجود فين واخدنا امثله عليه. بدانا نفهم ايه قصه الهابلويد والديبلويد، وعايزك تعرف كمان اهو دلوقتي نوع الانقسامات. يعني لو انا حبيت انك انت تزود هنا وتقول لي ان السوماتيك سيل، السوماتيك سيل لما تيجي تعمل ديفايد هقول لك ايه؟ ان هي resulted by mitosis. لما تيجي تنتج الخلايا السوماتيك، ما اصل الخلايا السوماتيك دي بتكون 2n، بتكون خلايا 2n، فاكيد جايه من انقسامات محافظه على عدد الكروموسومات في الخلايا الاصليه. اما ال 6 سيلز دي بتكون n. يعني ايه؟ قال لي يعني resulted by meiosis، جايه من الميوزز. يبقى يا شباب هتلاقي ان السوماتيك سيلز جايه من الميتوزز وال6 سيلز جايه بالميوزز. يبقى يا شباب كده عرفنا الايه الدنيا ماشيه ازاي كده في انواع الخلايا. اما انواع الانقسامات فاتفقنا ان في ميوزز وميتوزز، وعرفنا ان الميتوزز دي بتحافظ على العدد، بتحصل على طول يا جماعه طول الوقت، بتحصل في طفل، بتحصل في ادلت ايا كان، ولكن هتلاقي ان طبعا المعدل بتاعها بيزيد دايما عند الاطفال علشان هو عايز يكبر. اما بالنسبه للميوزز ما يحصلش الا بعد ما نوصل للادلت هود، لان طبعا هو هدفه هنا هو انتاج الجاميتس. وتعالى بقى نشوف الكلام اللي قلناه مع بعض ده في المحتوى بتاعنا بيقول ايه. تعالى بقى نشوف اهو ادي التايبس اوف سيلز في الليفنج اورجانيزم. هتلاقي عندنا طبعا في سوماتيك سيل او البادي سيل، الخلايا الجسديه عموما، في عندنا ال6 سيلز او الجاميتس. بقينا عارفين دلوقتي يا شباب ان الخلايا السوماتيك هي خلايا ديبلويد. فهمنا ديبلويد يعني عندها من كل كروموسوم بير، واحد جاي من الاب والتاني جاي من الام. طيب ال6 سيلز هنا هتلاقي ان هم هابلويد، هتلاقي ان هم عندهم نسخه واحده بس، فعشان كده بيقول لك ان هم ايه؟ ان. طب السوماتيك سيلز هتلاقي ان هم جايين من ميتوتيك ديفيجن. ميتوتيك سيل ديفيجن ده اللي بيكيب الكروموسوم نمبر بيحافظ عليها. اما ال6 سيلز جايين من ميوزز، جايين من انقسام نوع ميوزز. امثله بقى هتلاقي عندي السوماتيك سيل في الهيومن والانيمال زي السكين سيل خلايا الجلد، او البنكرياتيك سيل خلايا البنكرياس، او الليفر سيلز، او النيرف سيلز، او الوايت بلاد سيلز. كل ده هتلاقي عندنا ان هو امثله على سوماتيك سيلز. في النبات خلايا الروتس، خلايا الليفز، خلايا الستيم، كل دي عادي جدا هتلاقي ان هي عندي سوماتيك سيلز. اما لما نروح لل6 سيلز هتلاقي الميل جاميتس. والميل جاميتس يا شباب زي البولين جرين، ودي طبعا هتكون زي حبوب اللقاح،
ودي يا حبيبي موجوده في النباتات، والسبيرمز في الانيمال والهيومن. يبقى الميل جاميتس بص بولين جرين حبوب اللقاح في النباتات، وعندك السبيرمز في الانيمال او الهيومن. طيب الفيميل جاميتس فين يا سيدي؟ قال لي الايج في البلانت تعتبر الفيميل جاميت، او الاوفا اللي هي البويضات في الانيمال وكذلك في الهيومن. عندك بعد كده راجل بيتكلم معاك عن الديبلويد سيل. يعني ايه؟ بيعرفك ان الديبلويد سيل معناها انها عندها مجموعتين من الكروموسومات 2N، واحده جايه من الفازر ادي علامه الميل اهو، والثانيه هتكون جايه من المذر وادي علامه الفيميل. اما هابلويد عندها 1 كروموسومال سيت، وانت عارف ان هي resulted through meiosis جايه من الميوزز. يبقى يا شباب كده عرفنا مين هابلويد ومين ديبلويد. اما بالنسبه بعد كده بقى لانواع الانقسامات، فاحنا عندنا ميتوزز، وميتوزز يا سيدي هي ميتوتيك ديفيجن، وعندك الميوزز يا سيدي هي مايوتيك ديفيجن. طيب بالنسبه للميتوزز بتحصل فين؟ قال لي والله بتحصل في السوماتيك سيلز بس. اما الميوزز بتحصل فين؟ جوه خلايا الجونادز، والهدف to produce جاميتس، عشان انتج جاميتس. طب يا مستر مين الجونادز دي تقصد بيها؟ قلت له الاعضاء التناسليه لايك تستس زي الخصيتين، او زي مثلا حاجه زي الاوفرز المبيضين. والهدف هنا من الميوزز انه بيقلل الكروموسوم للنص، وانا فهمتك بالتفصيل ليه. بص كده الميتوزس بيعمل ايه؟ بيستلم البيرنتال سيل الخليه الابويه او الاوريجينال سيل 2N، وهتبص تلاقي ان هو ادانا 2 دوتر سيلز خليتين ناتجتين، كل واحده فيهم برضه بتكون 2N. طب الناحيه دي ادي الاوريجينال سيل، ادي الخليه الاصليه بتكون 2N، عملت مايوزز فبتدينا N وN. بس خلي بالك بقى هنا هتلاقي ان الراجل بيتكلم معاك عن مايوزز 1، وبعد كده بيحصل مايوزز 2 عشان يزود العدد بتاع الجاميتس الناتجه. يعني في السبيرمز محتاجين عدد سبيرمز كتير تنتج، عشان كده بيحصل مايوزز 2. اوعى تقول لي المايوزز 2 ده هعتبره ميتوزز، هو في شبه منه بس هو جزء من المايوزز لم يتجزأ منه. يعني بيحصل مايوزز 1 followed by مايوزز 2، وبالتالي الاثنين تبع المايوزز. تعال بقى نشوف مع بعض الميتوزز بيحصل ازاي. تعال نرسم مع بعض الاول، وبعد كده نبقى نرجع للجزء ده. طبعا الحاجات دي كلها كانت في ثالثه اعدادي قبل كده، انت يعني ايه غالبا نسيتها، فتعال افكرك بيها. تعال نتكلم حاليا عن الميتوزز ونشوف ازاي بيحصل الميتوزز. مبدئيا كده خلينا نقول ان قبل الميتوزز او قبل الميوزز هتلاقي في مرحله عندنا اسمها بروفيز before cell division. هتبص تلاقي في مرحله تحضيريه اعداديه اسمها يا مستر البروفيز، سوري اسمها انترفيز، اسمها انترفيز. ايه اللي بيحصل في الانترفيز دي؟ هتبص تلاقي ان الخليه بتجهز نفسها، هتلاقي ان الخليه هنا بتجهز نفسها. يعني ايه؟ قال لي اصل الخليه داخله على انها تتضاعف وتنقسم وهكذا، فبتبدا ان هي تضاعف الدي ان بتاعها. يعني في الانترفيز ده هتلاقي ان الدي ان ايه is duplicated، الدي ان ايه بيبدا يتضاعف. ليه حبيبي؟ انا دلوقتي عندي خليه هعمل منها خليتين، والخليتين الناجين في الميتوزس مثلا بيكون عندهم نفس كميه الدي ان ايه اللي موجوده في الاصل. طب انا هعملها ازاي؟ فانا لو داخل على انقسام اضاعف الدي ان ايه اللي عندي الاول عشان اعرف اقسم لدي ولدي. طيب ماشي، ايه اللي هيحصل؟ قال لي والله كده بعد الانترفيز ما يتم هنبدا بقى المراحل الستيجز اوف ميتوزس، ودول يا سيدي هيكونوا 4 ستيجز، 4. ايه بقى الاربع مراحل؟ اول حاجه هيكون عندنا البروفيز. بيحصل ايه يا مستر في البروفيز؟ قلت له والله بيبدا يظهر عندي الشكل بتاع الكروموسوم المعتاد اللي هو هيبقى عندي 2 كروماتايد، وبيبدا يظهر السبندل فايبرز، وبتبدا تترص الكروموسوم. خلي بالك بالمنظر ده. طبعا انا بشرح الحته دي على وجها من السرعه على اساس انك دارسها قبل كده في ثالثه اعدادي، وعلى اساس بصراحه ان هي مش حاجه اساسيه قوي في منهج ثالثه، بس يعني من كل حين للتاني كده هتلاقي في الاسئله بيتكلم معاك عن بروفيز وميتافيز وهكذا. يبقى عموما دلوقتي انا عندي بروفيز،
والبروفيز ده يا اساتذه هتلاقي ان هو بيبقى الشكل بتاع الخليه بالمنظر ده، ادي الكروموسومات وموجوده بالشكل اللي حضرتك عارفه. بعد البروفيز هتلاقي في مرحله، فاكر كانت مين؟ اسمها ميتافيز. في الميتافيز دي يا شباب هتلاقي ان هي اشبه كده بالبروفيز، بس بدل ما الكروموسومات متنعكشه كده كل واحد في حته، لا يا عم هنرتبهم بطول الايكويتور بتاع السيل. يعني تبص تلاقي ان شكل الخليه يعني الى حد ما بدا يختلف شويه، تلاقي ان هو بدا يبقى اطول كده، وهتلاقي ان السنتريول بدات تبعد، وادي السبندل فايبرز، ولكن الكروموسومز بقت مترتبه. بص بقى الكروموسومات مترتبه بالمنظر ده. هو ده اللي بيحصل في الميتافيز. طب المرحله اللي بعدها كانت مين؟ فاكر؟ شاطر، الانافيز. يبقى رقم 3 انافيز. الانافيز دي المرحله الانفصاليه. ايه اللي بيجرى بقى؟ شايف انت الشكل بتاع الكروموسوم ده؟ قلت له تو كروماتايد كانوا متصلين في نقطه اسمها سنترومير. قلت له بالظبط. ايه اللي هيجرى هنا؟ قال لي هنفصل يا حبيبي، هنفصل الكروماتايدز عن بعض. يعني هيبقى الشكل عندي كالتالي. بص بدأ يتغير شويه الشكل اهو، وهتلاقي السنتريول السبندل فايبر بدأت تنفصل وبدأت تحصل لها شرينكج، تبعد عن بعض، والكروموسوم بدل ما كان تو كروماتايد بص بقى منظره عامل كده فاصبح عندي ده الشكل. يبقى يا جماعه ده شكل الانافيز. ايه اللي جرى في الانافيز؟ قال لي الكروموسومز بدات تنفصل اهو، كل تو كروماتايدز بعدوا عن بعض. وبعد كده هتروح بقى للمرحله رقم 4 وهي اسمها تيلوفيز، ودي الاخيره. ففي التيلوفيز ده بقى الجزء النهائي او الشكل النهائي هتلاقي بيتكون عندي سيباريتنج ممبرين، هيجي يتكون هنا كده وهيفصل الخليه لخليتين. يبقى انا ضاعفت الدي ان ايه، كونت شكل الكروموسوم، او ضاعفت الدي ان ايه، كونت الشكل بتاع الكروموسوم وصلته بالسبندل فايبر، رصيت الكروموسوم في الايكويتور بتاع السيل، بدات ان انا افصل الكروموسوم وهكون اهو بقى خليه او هكون ممبرين فاصل، عشان بدل ما كان عندي بقى سيل واحده بدا يبقوا 2. والسبندل فايبرز اللي انا راسمها باللون البينك دي هتختفي، وهتبص تلاقي ان بدا يظهر عندي الشكل النهائي بتاع الخليه بالمنظر ده. وده هتلاقي بقى ايه اللي هو الشكل الجديد بتاع الدوتر سيلز. يعني انا كده كسبت في الاخر ان اصبح عندي دوتر سيلز. ادي خليه اوريجينال بدات تنفصل وراحت مديانا تو دوتر سيلز. اكيد الاثنين شبه بعض، الاثنين هيكونوا شبه بعض وهيكونوا شبه الخليه الاصليه. ده كده كانت المراحل بتاعه الميتوزز. تعال نبص عليها مع بعض علشان تكون ايه رابط الصور اللي عندك بالكلام اللي شرحناه. الميتوزز، عايز اخش على الميتوزز اهو. بدا يعرفك ويفكرك بحاجه، الكلام ده كله انت واخده في ثالثه اعدادي. قبل السيل ديفيجن على طول الدي ان اي از ريبليكيتد اثناء الانترفيز. الدي ان اي از ريبليكيتد اثناء الانترفيز. الميتوزز بيحصل في 4 مراحل، 4 مين ستيجز. اول مرحله اسمها بروفيز، المرحله الثانيه اسمها ميتافيز، المرحله الثالثه اسمها انافيز، المرحله الرابعه اسمها تيلوفيز. اللي بيحصل اللي في البروفيز هتبص تلاقي ان بدا يظهر عندي شكل الكروموسوم اهو، ولكن مش مرصوصين. اللي بالازرق ده كان السبندل فايبر. قلت له تمام. وبعدين قال لي بعد كده في الميتافيز بص الكروموسومات بدات تترص اهي. في الانافيز بدات تنفصل، ده بيحصل هنا انفصال للكروماتايد. وفي التيلوفيز بدا يبقى عندك تو دوتر سيلز. طبعا هنا هو مش جايب لك الشكل الاخير خالص، هو بدا اهو بص يحصل سيباريتنج ممبرين شويه، والسيباريتنج ممبرين هيكمل ويفصلهم. يبقى في البروفيز سبندل فايبر بتبدا ان هي تتكون وتتصل بالكروموسوم بس ما ترصوش. في الميتافيز الكروموسومز بدات تترتب وبدات الرينج ده ايه. في الانافيز هيبدا الكروماتايد سبليت تنفصل وتبدا بولد باي سبندل فايبر، تبدا ان هي تتشد بالسبندل فايبرز والخلايا بتالونجيت. وبعد كده التيلوفيز هتلاقي ان الدوتر سيلز بدات تتكون عندي زي ما حضرتك شايف. وكده ده كان الميتوزز. تعال بقى نشوف الميوزز ايه الكلام فيه او بيقول ايه. الميوزز يعني فكره عامه هو هيبقى قريب من الميتوزز. الميوزز هيبقى قريب، ولكن خلي بالك بقى كده ان اصلا الميوزز في 2 مين ستيجز. الميوزز لما نيجي نتكلم عنه
قبل ما يبدا برضه في مرحله انترفيز. خلينا نتفق ان قبل ما يبدا في برضه انترفيز، ده بدون شك. بيفور مايوزز هتلاقي ان احنا بنعدي بمرحله انترفيز. ليه يا مستر؟ قلت له تو دوبليكيت دي ان اي، علشان اضاعف الدي ان اي. يبقى قبل اي سيل ديفيجن انا لازم اعمل مرحله تجهيزيه اسمها الانترفيز. ماشي. طب وبعد كده الستيجز بتاعه الميوزز نفسها، مراحل الميوزز نفسها هنقسمها لمرحلتين رئيسيتين. عندك في حاجه اسمها ميوزز 1 وهيكون عندك ميوزز 2، وكل واحده من الميوزز 1 او الميوزز 2 هقسمها داخليا الى، بص بقى، بروفيز 1. نفس الفكره، هيظهر هنا السبندل فايبرز وهيظهر هنا كمان الكروموسوم يتصلوا بيه. وبعد كده ميتافيز 1، قلت له تمام، هيبدا هنا يترصوا along cell equator. وبعد كده انا فيز 1 هتتفصل الكروموسومات. وبعد كده تيلوفيز 1 هتلاقي ان هم طبعا بيظهروا بالشكل الاخير. اما بالنسبه للميوزس برضو هتلاقي في بروفيز 2. قلت له حلو، البروفيز 2 ده هتلي التيلوفيز. هنا بقى هدفي ان انا ازود عدد الخلايا. وبرضو هتلاقي في ميتافيز 2، وبعد كده هتلاقي في الانافيز 2، واخيرا التيلوفيز 2. عايزك بس تكون عارف ان في فرق جوهري بقى هنا ورئيسي ما بين الميوزز والميتوزز. ركز بقى في الحته دي عشان مهمه قوي 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 لثالثه ثانوي. بص يا سيدي، الميوزز زي ما احنا عارفين انه بيقلل العدد للنص. مش كده وبس، الميوزز كمان يا جماعه مهم قوي علشان يعمل تنوع وراثي. مش فاهم يعني ايه؟ مش احنا من شويه قلنا ان الميوزز ده مهم لتكوين الجاميتس اللي هي السبرمز والاوفا؟ ممكن اسالك سؤال وفكر كده معايا عشان يعني ممكن يجي في دماغك كده ايه في اسئله نص الليل وانت قاعد بالليل ساعات كده بيجي في بالك اسئله زي دي. هو ليه انت واخوك، انا بتكلم دلوقتي لو اللي بيسمعني ولد، ليه انت واخوك مش نفس الشكل بالظبط؟ بالرغم ممكن يكون الفرق ما بينكم سنه. جبت صوره لاخويا الاكبر مني وهو عنده سي مثلا 16 سنه، وجبت صوره ليا وانا عندي 16 سنه. انتوا ليه مش شبه بعض؟ ليه انت وهو مش شبه بعض مع ان نفس مصدر السبرمز واحد؟ احنا الاثنين عندنا نفس الاب واحنا الاثنين عندنا نفس الام، نفس مصدر البيضات. طب ليه انت واخوك مش شبه بعض؟ ده سؤال مهم. ليه؟ فكرت؟ عايز اقول لك ان كل مره بينتج فيها السبرمز، بينتج فيها الحيوانات المنويه، ما بتكونش الحيوانات المنويه دي شبه بعض. يعني كل مره السبرمز بتنتج اكيد مش شبه السبرمز اللي انتجت قبل كده. طب ليه؟ الفكره هنا في الميوزز، وتحديدا في الميوزز 1، وتحديدا اكتر واكتر خليني اقول لك بقى في البروفيز 1، ظاهره مهمه جدا 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 جدا. ايه بقى خير؟ during ميوزز 1 وتحديدا في البروفيز 1 هتبص تلاقي ان احنا عندنا مهمه جدا او ظاهره مهمه جدا جدا اسمها crossing over phenomena. ايه دي بقى؟ كانت عندك في ثالثه اعدادي. الظاهره دي مهمه قوي قوي علشان بتغير، بتعمل راندوم تشينج، تغير كده عشوائي في الكروموسوم وتركيبها. مش فاهم يعني ايه؟ تعالى بقى افهمك. بص يا عم، تعالى نقول دلوقتي ان احنا عندنا كروموسوم وكروموسوم بير في خليه 2N، بس ربنا قدر ليها ان هي موجوده في جونادز وهتعمل ميوزز، هتعمل ميوزز وعايزين ننتج منها سيلز تكون ان. هنتج بقى خلايا هنا ان. عايز اقول لك ان قبل ما نفصل دول عن بعض، ما انا هعمل ايه؟ ما انا بفصل الكروموسوم بين عن بعض، ما انا هعمل ايه؟ ما هو ده الميوزز. هيحصل ايه؟ قال لي قبل ما يحصل الانقسام الفعلي وفي مراحل اهو البروفيز 1 هتبص تلاقي ان هيبدا يحصل هنا كده في الحته دي راندوم اكستشينج ما بين الانر كروماتايدز. يعني بص الشكل عندي، بص بقى هنجيب كده ايه، نمسح وهفهمك هنعمل ايه. هتلاقي في جزء هنا كده اتشال، جزء من الحته دي هيتشال،
وجزء من الحته اللي هنشيل الدايره هي كمان عشان ايه ما تلخبطكش. اهو هتلاقي بيبدا يحصل راندوم اكستشينج. يعني ايه؟ قال لي يعني جزء من الكروموسوم الاصفر هيجي هنا، هتلاقي بدا يظهر عندك جزء من الكروموسوم الاصفر هيبدا يظهر هنا، وجزء من الكروموسوم البنك ده هيظهر هنا، وبالتالي انا كده عملت تعديل في الكروموسوم بشكل راندوم. افصل بقى براحتك. فتبص تلاقي بعد كده ان في الخلايا الناتجه اصبح في تغيرات، خلي بالك، في الكروموسوم، والتغيرات دي مش ثابته عشان بس نكون متفقين. يعني ايه يا مستر مش ثابته؟ قال لي يعني هتلاقي ان مره هنبدل في الحته دي، ومره هنبدل في الحته دي، ومره هنبدل في الحته دي، ومره في الحته دي. عشان كده بقول لك الكروموسومز ما بتكون شبه بعض. اذا يا جماعه عندنا ظاهره مهمه جدا اسمها الكروسنج اوفر فينومينا. في الكروسنج اوفر فينومينا هيحصل فيها ايه؟ قال لي والله بيحصل راندوم اكستشينج، تغير عشوائي فور بارتس ان كروماتايد، لاجزاء في الكروماتايد وتحديدا في الاجزاء الداخليه هنا. كروسنج اوفر كده بتتسبب في حدوث causes genetic variation، بتتسبب في حدوث تنوع وراثي. يبقى يا جماعه هنا الكروسنج اوفر هتلاقي ان هي بتعمل راندوم اكستشينج، هتتسبب عندنا في حدوث الكروسنج اوفر اللي هو التنوع الوراثي. بص بقى معايا على الكلام ده اهو. ادي الميوزز هنا بيحصل سكسيسيف ديفيجنز، ميوزز 1 وميوزز 2، وكل واحده فيها مراحلها الاربعه اهو، بس بنغير نحط 1 و 2. بعد كده بقول لك ان الكروسنج اوفر دي ظاهره مهمه جدا بتحصل تحديدا في الميوزز 1، وهتلاقي ان هي سببها الاساسي او بتحصل ليه عشان تعمل انكريز في الجينيتيك فاريشن او انكريز في الجينيتيك دايفرستي، يعني التنوع الوراثي. راندوم اكستشينج اهو ما بين الانر كروماتايدز اهو. بص انر كروماتايدز اهو لهومولوجous كروموسوم. يعني ايه يا مستر هومولوجous كروموسوم؟ يعني سيم بير. يعني ايه؟ اتفقنا ان احنا عندنا 46 كروموسوم، يعني 23 بير. طالما انت بتغير في نفس البير اهو، كل بير مع بعض، يبقى دول هومولوجous كروموسوم. عشان بس ايه مش هبدل ما بين كروموسوم بعيد عن كروموسوم تاني، دول كده مش هومولوجous. ما علينا من موضوع هومولوجous ده، مش مهم. المهم تبقى عارف ان في كروسنج اوفر دلوقتي، وده يا جماعه بيتسبب فعليا في حدوث التنوع الوراثي. في حاجه قلتها كل شويه او كل شويه بقولها، وهي ان الكروموسومز مش دايما عندها تو كروماتايد. مش دايما الكروموسومز يا جماعه بيكون عندهم تو كروماتايد. قلت لك الكلام ده بيحصل في مراحل معينه في السيل سايكل. ليه بقى؟ في بعض الاحيان هتلاقي ان الكروموسوم ظاهر على هيئه 1 كروماتايد. بص قايل لك اهو during تيلوفيز. ده بعد الانافيز. مش احنا يا جماعه بنفصل الكروموسوم، بنفصل الكروماتايد ونبعدهم عن بعض. يعني ده افتر انافيز. بعد الانفصال الكروموسوم هيبقى عنده 1 كروماتايد وهيفضل على فتره على كده. لما اجي افكر بقى ادخل على سيل ديفيجن تاني، بص كده مثلا في الميتافيز، او الميتافيز ده بيفور انافيز اهو. يبقى انا دلوقتي مع نهايه الانقسام التيلوفيز بيبقى الكروموسوم عنده 1 كروماتايد، والخليه هتفضل على كده فتره، لسه خليه طالعه اهو، مش هتعمل سيل ديفيجن تاني، تفضل عندها 1 كروماتايد. لو فكرت تعمل سيل ديفيجن تاني لازم تضاعف الكروماتايد وتبقى 2. يبقى يا جماعه هنا لما تبقى الخليه داخله على سيل ديفيجن تعمل المنظر ده. طب بتخلص او خلصت السيل ديفيجن هتبقى عندها 1 كروماتايد. يبقى يا شباب الكروموسوم مش شرط دايما 2 كروماتايد. 2 كروماتايد لو هي داخله على سيل ديفيجن تبدا تضاعف الدي ان ايه ويبقى عندها 2 زي ما انت شايف. يعني بقول لحضرتك اهو افتر دي ان ايه ريبليكيشن، بعد تضاعف الدي ان ايه هتبص تلاقي ان الكروموسوم هيبقى عنده 2 كروماتايد. ما انا داخل اهو على سيل ديفيجن جويند ات سنترومير. لكن في الانافيز والمراحل اللي بعدها الكروموسومات بتبقى منفصله، وهتلاقي ان كل كروموسوم عنده سنجل كروماتايد. كده ده يعتبر يعني ايه الجزء الاول من الحصه بتاعتنا او الفيديو بتاعنا. وهنبدا بقى ندخل دلوقتي على حاجه مختلفه شويه معتمده برضو على الكروموسوم اسمها الكاريوتايب. بنكمل مع بعض دلوقتي بقى الجزء الثاني من حصتنا وهو جزء الكاريوتايب. هنا يا جماعه نتعرف عن خريطه كروموسوميه الخاصه بالميل
والخريطة الكروموسومية الخاصة بالفيميل نعرف ايه الفروقات ما بينهم. هنعرف دلوقتي ايه الكروموسومز اصلا اللي تخلي الميل يعرف يكون تستس، ومين اللي يعرف يكون الاوفرز. ده مهم جدا نفهمه دلوقتي. هنعرف كمان السبرمز هل ليها انواع ولا كلهم زي بعض، البويضات الاوفا هل كلهم زي بعض ولا ليها انواع. ده مهم جدا جدا، وهيبقى ليه دور مهم قوي ان شاء الله في شابتر 3 بتاع الريبرودكشن والجزء الخاص بالدي ان ايه في الشباتر الاخيره في منهجنا بتاع ثالثه ثانوي. نعرف كمان دلوقتي بعض الحالات الاب نورمال، بعض الحالات الغير طبيعيه اللي برضه هتعدي علينا في ان شاء الله جزء الدي ان ايه في نهايات منهج ثالثه ثانوي. بس مبدئيا عشان بقى ايه ما نبعدش وعمال نقول الاجزاء النهائيه والكلام ده، عايزين بس نعرف هو ايه قصه الكاريوتايب ده. الكاريوتايب يا جماعه هو يعني مفروض ليه معنى عربي غريب شويه اسمه الطرز الكروموسومي، مش تفهموا اعتبرها خريطه كروموسوميه. فهنا يا جماعه بنعمل خريطه للكروموسومات ونبدا ان احنا نرتبها. خلي بالك ان احنا معظم امثلتنا هتبقى على الهيومن عشان احنا يعني دراستنا اكتر على الهيومن، لكن انا ممكن اعمل كاريوتايب لاي كائن. بس خلي بالك الهيومن انت هترتب فيه 23 بيرز، ما هو 23 زوج اللي هم 46. اما لو هتعمل كاريوتايب لكائن تاني اكيد مش هيبقوا 46 ولا 23 بيرز. انا دلوقتي عندي مثال اهو على كاريوتايب لميل هيومن وكاريوتايب لفيميل هيومن. لو لاحظت انك هتلاقي الترتيب حسب السايز، يعني انا برتب الكبير وبعد كده عمال ايه لحد ما وصلت لاصغر واحد اللي هو البير رقم 22. البير رقم 23 ده ليه ظروف مختلفه هكلمك عنه دلوقتي، سيبه على جنب. لكن عموما يعني يا مستر كاريوتايب قال لي هو arrangement، هو ترتيب للكروموسوم according to size حسب الحجم. حبيب قلبي ما تنساش ان الانسان عنده 46 كروموسوم او 23 بيرز، ولما دلوقتي اجي اعمل ترتيب الكاريوتايب بالنسبه للميل والفيميل بص الفرق اهو. هتلاقي هنا ركز معايا من رقم 1 لرقم 22، بص هنا من 1 ل 22 وبص هنا من 1 ل 22، انا بتكلم عن البيرز. هتلاقي ان في 22 بيرز اوف كروموسومز في الميل، وكمان عند الفيميل هتلاقي ان هما سيميلر شبه بعض، حجما زي بعض مش فارقه. حبيب قلبي دول ما بيفرقوش ما بين الميل والفيميل، بيتقال عليهم اوتوسومز. تاني من 1 ل 22 من البير 1 للبير 22 دول اسمهم اوتوسومز. خلي بالك دول هتلاقي ان هم don't differentiate، ما بيفرقوش between male and female، ما بيفرقوش ما بينهم زي بعض. انما انت عندك بقى في بير اوف 6 كروموسوم، في زوج من الكروموسومات رقم 23 ده يا حبيبي لا يخضع للترتيب حسب الحجم، هو ده اصلا اللي هيفرق ما بين الراجل والست. يعني تاني كلنا راجل او ست عندنا 23 بيرز اوف كروموسوم في السوماتيك سيل، 46 كروموسوم او 23 زوج من الكروموسومات في السوماتيك سيل. راجل ست بقى كلنا 23 كروموسوم. راجل ست من البير رقم 1 للبير رقم 22 زي بعض مش هتفرق حجمها، انما في كروموسوم بير واحد بيفرق ما بين الراجل والست. ايه ده بقى؟ بنسميه 6 كروموسوم وهياخد رقم 23. تاني بنسميه 6 كروموسوم وهتلاقي ان هو بياخد رقم 23 وهتلاقي ان هو موجود في الاخر كده زي ما حضرتك شايف. بص بقى هتجد ان الكروموسوم بير ده بيختلف عندي في الميل. ركز يا باشا بقى، هتلاقي عند الميل بنقول عليه اكس واي وعند الفيميل اكس اكس. لا مش فاهم، واحده واحده تاني. بص يا سيدي، انت لو جيت بصيت على النورمال ميل الذكر الطبيعي عنده 22 زوج زيه زي الفيميل. واحد بيقول لي انت بتقول 22 وبتشاور لي على 44. ايوه يا ابني ما هو 22 بير، 22 بير هم 44. والله هم دول. التاني كده اسمهم ايه؟ ال 44 او ال 22 بير اسمهم اوتوسومز، ودول بيترتبوا حسب الحجم
من الكبير للصغير، ودول شبه بعض ما بين الميل والفيميل او سيميلر في كل من الميل والفيميل. انما البير رقم 23 مختلف ما بين الراجل والست، بنسميه 6 كروموسوم اهو. رقم 23 اسمه 6 كروموسوم. هتلاقي ان هو اكس اكس عند الفيميل واكس واي عند الميل. ايه دول اسماء كروموسومات. يعني هتلاقي البير اوف 6 كروموسوم، البير اوف 6 كروموسوم هو فيه 2 سيميلر عند الفيميل اسمهم اكس اكس، وديفرنت عند الميل اكس واي. بص كده شكل الكروموسومات اكس واي عامله ازاي. بص ده الكروموسوم اكس اطول من الكروموسوم واي. يبقى لما تيجي تبص على الكروموسوم اكس والكروموسوم واي هتلاقي ان هم يختلفوا في السايز وكذلك في الجينات اللي بيشيلوها. يعني هنا هتلاقي في بقى جينات اكتر هنا مهمه علشان طبعا نعرف نكون الجونات سواء في اكس او في واي. واي لو موجود ده بيخلي الامبريو الجنين يكون جوناتس. يعني واي في جينات مش موجوده عند اكس، اكس موجود عند الكل، اكس موجود عند الراجل وعند الست، كده كده كله اكس. محدش يقدر يعيش من غير الكروموسوم اكس ده. كروموسوم اكس ده يا جماعه بيسموه كروموسوم اوف لايف، كروموسوم الحياه. هو في حاجات مهمه لاستمراريه حياتي، لان لو افترضنا ان في جنين اتكون مثلا 44 بلس واي واي بسبب خطا هيموت، او 44 بلس واي هيموت. محدش ينفع يعيش من غير اكس. اكس ده كروموسوم مهم جدا جدا اهو. الكروموسوم الطويل اللي قدامك دول السكس كروموسوم. يا اما في 2 من ده عند الفيميل يا اما في واحد بس عند الميل. يعني يا مستر دلوقتي خلينا نرجع تاني وركز يا حبيبي كده عشان نفهم. احنا حاليا بقينا فاهمين ان اي ذكر او اي انثى عندهم 46 كروموسوم في الخلايا الجسديه بتاعتهم، في السكان سيل مثلا، في السوماتيك سيل. ال 46 دول هم 23 بيرز، خلي بالك هم نفس العدد عند الميل والفيميل. لما تيجي تبص على تقسيمتهم هتلاقي في 44 او 22 بير راجل زي ست، مش هتفرق. لكن في بير واحد بس بيختلف، 2 يعني، او بير واحد اللي هو اسمه 6 كروموسوم بنحطه رقم 23 عند الراجل اكس واي، اكس طويل واي صغير. عند الست اكس اكس، الاثنين طوال. يبقى خلي بالك احنا كده عندنا نوعين من الكروموسوم. النيوكليوس بتاعه السوماتيك سيل في الهيومن هتلاقي فيها نوعين من الكروموسوم، في اوتوسوم ودول ما بيفرقوش نوع الجنين، وفي 6 كروموسوم ودول اللي بيفرقوا. الاوتوسوم 22 وبياخدوا ارقام من 1 لحد 22. اما الباشا ده هو 1 بير وبياخد رقم 23 في الكاريوتايب بتاع الهيومن. هنا الاوتوسوم متشابهين عند الميل وعند الفيميل، انما السوماتيك كروموسوم بيختلفوا ما بين الميل وما بين الفيميل. يبقى يا جماعه ده كده بالنسبه للجزء بتاع انواع الكروموسومات. خلي بالك ده شيء مهم. بص هنا بيقول لك كل سوماتيك سيل عند الميل هتلاقي فيها 22 بير من الكروموسوم وواحد بير من ال6 كروموسوم اسمه اكس واي. اما يا شباب بالنسبه للفيميل فكل السوماتيك سيل في الفيميل توتال فيها 23 بير، بس في 22 اوتوسوم من اللي ما بيفرقوش بين راجل وست، ولكن في بير واحد او 2 من ال6 كروموسوم اكس اكس. يبقى في حاجه عندنا اسمها كروموسومال ستراكشر، تركيب الكروموسومي، وده بجيبه من الكاريوتايب. هنا هتبص تلاقي ان الراجل هيبقى عندي 44 بلس اكس واي والست بتبقى 44 بلس اكس اكس. تعال بقى نشوف قصه بقى ال6 ديترمينيشن وعدد انواع السبيرمز وعدد انواع الابويضات وهكذا. وتعالى لي كده بقى على جنب علشان النقطه دي مهمه جدا جدا. ركز بقى معايا فيها عشان تفهم جيناتكس صح. عايزين نفهم وراثه صح. زمان يا جماعه كان عندنا اعتقاد غريب شويه في الافلام القديمه شويه والمسلسلات. كان يجي لك ايه كده من فتره مسلسل فكرته اتهرست 100 مره. في واحد بيتجوز على مراته. ليه يا عم؟ قال لي اصل ايه ده حجته. بيقول اصل خلفتها كلها بنات. ده انا اتجوزت الست دي خلفت منها بنت واثنين وثلاثه واربعه، عندي 4 بنات. طب يا عم ما تحمد ربنا وتسكت يا عم، يعني ايه المشكله؟ قال لك لا 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 انا عايز ولد يشيل اسمي ويورثني والكلام ده، واسمي يفضل موجود في الدنيا بعد كده.
قلت له طب وبعدين عايز ايه يعني؟ قال لي انا راح اتجوز على مراتي. ولما اتجوز عشان بقى ايه المسلسل ما يبص مننا ولا الفيلم ما يبص مننا، تبص تلاقي ان هو بعد ما اتجوز عشان بقى المخرج عايز كده، تلاقيه خلف ولد بقى وبتاع، والمسلسل مشي على كده، وتبدا بقى انت عارف حرب بقى ايه، الضره بقى ضرتها وبتاع، والانتقام والقصص اللي انت عارفها دي، مش موضوعنا. المهم بس هو الكلام ده صح. هل الست هي السبب ان هو يخلف اصلا بنات؟ لا طبعا، ده تخلف. لو انت رايح تدور على مين المسؤول عن تحديد نوع الجنين، هقول لك الراجل، طبعا حاجه بتاعت ربنا. بس لو انت بقى عايز تحمل حد المسؤوليه، لا الراجل هو المسؤول. هندافع عن الستات بقى دلوقتي اهو، لا مش هي. ليه كده؟ تعالى افهمك. الست يا ابني ما بتنتجش غير واحد من البيضات، والراجل يا عمي بينتج نوعين من الحيوانات المنويه، وبالتالي صحصح معايا هنا كده. تعالى افهمك. بص يا عم، لو احنا دلوقتي بنتكلم عن ان في راجل عنده في الخلايا بتاعته 44 بلس اكس واي كروموسوم، ده كده الميل. قلت له تمام، ورايح يتجوز واحده ست 44 بلس اكس اكس، ودي يا سيدي هتكون فيميل. وبعدين دلوقتي لما يعني كل واحد فيهم وصل للادلت هود واتجوزوا والكلام ده، وصل للبلوغ يعني واتجوزوا وهكذا، هتبص تلاقي ان الراجل هيبدا ينتج سبيرمز. حبيب قلبي السبيرمز بينتجوا بالميوزس، فاكر اللي بيقلل العدد للنص. يعني خلينا ننتج دلوقتي جاميتس. الجاميتس بروديوسد باي ميوزز، بينتجوا بالميوزز. وبعدين قال لي هتبص تلاقي ان هيبدا دلوقتي يتكون نص العدد من الكروموسوم. انا بكلمك دلوقتي بقى عن ايه؟ عن سبيرمز اللي هم ان ال 44 دول هيتقسموا ل 22. حبيب قلبي انا بعمل ميوزز، فلازم اقلل النص. والاكس والواي بيتقسموا ازاي؟ في سبيرمز بتاخد الاكس، وفي سبيرمز ثانيه بتاخد الواي. عايز افهمك كده ان الراجل انتج نوعين من السبيرمز، ده سبيرم وده سبيرم. تمام؟ تمام. طب مراته؟ قلت له والله يا ابني لو تيجي تبص هنا كده على مراته هتعمل ايه؟ قلت له برضه مراته هتعمل ميوزز علشان تنتج البويضات بتاعتها. طب الميوزز ده بيقلل العدد للنص. ايوه هتعمل ايه؟ قال لي يعني ال 44 دول هنقسمهم ل 22 و 22، والاكس اكس الناحيه دي وهنا اكس الناحيه دي. المهم انه تم انتاج بويضه اوفم 22 بلس اكس، وبويضه ثانيه اوفم برضه 22 بلس اكس. وعايز افهمك يا سيدي ان كل البويضات هتكون زي بعض، مش هتفرق. يبقى هنا كل البويضات هتكون كلها 22 بلس اكس. حاليا لما يجي بقى يحصل الميتنج، خلي بالك انا اعتمدت على نفس الرموز اللي انت كنت بتعتمد عليها في ثالثه اعدادي، فاكر؟ كانها زي مساله وراثه كده، فاكر مندل والبسله والكلام ده؟ مش هنتطرق ليه في ثالثه ولا هنجيبه في كورس التاسيس، ولكن هنا بي وجي واف زي زمان. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيبدا يحصل ميتنج. طب لما يحصل ميتنج ايه اللي هيجرى؟ كده كده الست انتجت بويضات كلها 22 بلس اكس. ساعه الميتنج الله اعلم انهي سبرم بيوصل للبويضه. ما هو في وقت الميتنج لما يجي يحصل تزاوج علشان خاطر يخلفوا ويبقى في زيجوت وجنين وهكذا، سبرم واحد بس هيدخل البويضه، هو واحد. في سبرم كتير بتنتج ولكن واحد بس. لو سبرم 22 بلس واي عمل فيرتلايزيشن لبويضه 22 بلس اكس، تعرف الجنين هيبقى ايه؟ قلت له يا باشا الجنين هيبقى 44، ما هيحصل بقى فيرتلايزيشن اندماج، بلس اكس واي. مبروك جالك ولد. ادي كده ميل امبريو، الجنين هيكون ذكر. انما لو حصل ان السبرم ده راح يفرتلايز البويضه دي، السبرم 22 بلس اكس عمل اخصاب لبويضه كانت 22 بلس اكس، الجنين هيبقى ايه؟ 44 بلس اكس اكس. يبقى ساعتها فيميل امبريو، جنين انثى. يعني ايه؟ قلت له طب الست مالها؟ كده كده الست عماله تنتج بويضات كلها بنفس النوع. الفكره بقى انت يا عم الراجل، انت على حسب السبرمز اللي هيخترق البويضه. طب وهي ذنبها ايه؟ حاجه بتاعت ربنا يا عم، لا ذنبك ولا ذنبها، اقعد ساكت ارضى باللي ربنا كتبه لك وخلاص. فهنا يا سيدي مفيش حاجه اسمها ان الست دي بتخلف بنات وان الست بتخلف رجاله، ده تخلف.
وبالتالي لازم نكون واخدين بالنا هنا ان الراجل بينتج نوعين من السبيرمز، ادي سبيرم 22 بلس اكس وادي سبيرم 22 بلس واي على حسب بقى. يبقى احنا كده عرفنا ايه فرص انجاب ميل امبريو ذكر جنين وايه فرص انجاب فيميل امبريو. تعالى كده بقى نبص مع الجزء بتاع المحتوى بتاعنا بيقول ايه. بص يا عمي، هتلاقي هنا ان احنا بنتكلم عن التزاوج اهو، البوسيبيليتيز، ادي البيرنت، ادي فيميل 44 بلس اكس اكس وادي ميل 44 بلس اكس واي. وبعدين قال لي والله تبص تلاقي ان الفيميل بتنتج one type of ova، نوع واحد بس من البويضات كلهم 22 بلس اكس. اما الراجل بينتج نوعين من السبيرمز، في نوع اسمه 22 بلس اكس ونوع اسمه 22 بلس واي، وهنا بقى كل واحد وحظه على حسب. لو حصل فيرتلايزيشن ما بين السبرم ده والبويضه هتلاقي ان هو ادانا 44 بلس اكس واي اهو علامه الميل الجنين. ولو حصل فيرتلايزيشن ما بين البويضه دي والسبرم ده هتبص تلاقي ان هو انتج 44 بلس اكس واي، وهتلاقي عندنا كده هيتم انجاب فيميل اهو. ادي لو حصل فيرتلايزيشن ما بين السبرم ده، احنا كده علمنا غلط اهو، لو حصل فيرتلايزيشن ما بين السبرم ده والبويضه دي هتبص تلاقي ان هم انتجوا عندنا جنين 44 بلس اكس اكس اللي هو فيميل اوف سبرينج، هيبقى النسل طبعا انثى. اذا هنا دي احتمالات التزاوج، والراجل بيقول لك اهو لو بويضه 22 بلس اكس حصل لها فيرتلايزيشن بسبرم 22 بلس اكس هيبقى فيميل امبريو 44 بلس اكس اكس، ولو اوفم 22 بلس اكس فيرتلايزد بسبرم 22 بلس واي هتلاقي ان هو بيدينا ميل امبريو اللي هو 44 بلس اكس واي will be produced. وكده نقدر نقول ان يا جماعه نوع السبرم هو اللي بيحدد السكس بتاع الامبريو. يبقى خلي بالك نوع السبرم، ونوع السبرم بيختلف حسب الكروموسوم اكس ولا واي، لان في سبيرمز 22 بلس اكس وفي سبيرمز 22 بلس واي. وهنا لو يا جماعه عندنا الجنين، خلي بالك بقى عشان في اختلاف ما بين اكس وواي في الجينات. اذا كان الجنين عنده واي كروموسوم، اذا كان الجنين عنده واي هيكون تستس، ما طبيعي يعني هو عنده واي يبقى هيكون تستس. والكلام ده بيحصل بعد 6 أسابيع من حدوث الفيرتلايزيشن او من بدايه الحمل. يبقى بيحصل بعد 6 أسابيع من بدايه الحمل يبدا الولد يكون تستس. اما لو الجنين ما عندوش واي يعني عنده اكسين، هو كده اكس موجود عند الكل، هتبص تلاقي ان هو كده بقى فيميل وهيبدا ينتج اوفرز بعد 12 اسبوع من بدايه الحمل. يبقى ده خلي بالك عندي امتى يتم انتاج طبعا الميل وامتى ينتاج الفيميل وامتى يكون الجونت زي ما حضرتك شايف. تعال بقى نروح لجزئيه ثانيه وهي الحالات الاب نورمال. تعال نشوف الاب نورمال ده ممكن يجي ازاي. بنتكلم دلوقتي عن الاب نورمال كروموسومال كيسز، بنتكلم عن الحالات الغير طبيعيه. ايه ده، هو في حالات غير طبيعيه؟ طبعا بتحصل في بعض الاحيان، وده يا جماعه بيكون طبعا بشكل نادر. يعني عايز اقول لك ان الحاجات دي مش بتحصل كتير، ولكن للاسف هي بتحصل. ايه الفكره هنا؟ الفكره يا جماعه ان للاسف بيحصل في بعض الاحيان ديستربنس، خلل اثناء الميوزز، خلل اثناء الانقسام بتاع الميوزز ده، وممكن يحصل في السبيرم، ممكن يحصل في الاوفم، وبكل اسف يؤدي الى نتائج مش مظبوطه خالص ونتائج مش مستحبه خالص. تعال افهمك ازاي. يعني لو احنا دلوقتي جايين نتكلم عن ذكر 44 بلس اكس واي واتجوز ومراته سليمه وهو سليم، خلي بالك 44 بلس اكس اكس والدنيا حلوه وتمام وزي الفل، هيحصل ايه بعد كده؟ قال والله جينا نبص على تكوين الجاميتس، هتبص تلاقي ان بدا يحصل مايوزس. في خلل هيحصل اثناء الميوزز عند واحد من الطرفين، ربما يكون الراجل ربما يكون الست. وتعالى احنا هنشرح بمثال، ومش كل مره بقى هنطلع العيب في الراجل، تعالى المره دي نقول ايه؟ الست. هيحصل ايه؟ قلت له بص يا عم، الراجل كون السبيرمز بتاعته عادي، اللي هو الطبيعي ان هم اصلا انت فاهم ان هم نوعين من السبيرمز. عندنا في 22 بلس اكس والتاني 22 بلس واي، فانت هتقسم ال 44 ل 22 والاكس واي الى اكس والى واي. طب الست هتنتج نوع واحد من البويضات كلها 22 بلس اكس، ده المفروض بقى، ده لو طبيعي.
اللي مش طبيعي هنا حصل خير. قسمت ال 44 ل 22 و 22، لكن ساعة انفصال الاكس كروموسوم عن الاكس كروموسوم حصل خلل، ما انفصلوش. وبعدين قال لي فضلوا ماسكين في بعض، بقى في 22 بلس اكس وبقى في 22 بلس 0. اوبا، ايه ده بقى؟ مشكلة خير. بقى عندي هنا كده في نورمال سبيرمز، دي حيوانات منوية طبيعية، وعندي هنا بقى 22 بلس اكس اكس يعني اب نورمال سبيرم، حيوان منوي، سوري اسف، اب نورمال اوفم، بويضة مش طبيعية. وهنا برضو اب نورمال اوفم. انت دلوقتي مفروض الطبيعي يا جماعة ان البويضات بيكون عندها 23 كروموسوم اللي هو 22 بلس اكس، 22 اوتوسوم والاكس بتاعنا. طيب وبعدين حصل ايه؟ قلت له يا ابني اللي هيحصل دلوقتي ان احنا بقى عندنا في هنا ضعف العدد من السكس كروموسوم، وهنا مفيش اصلا. وهنا بقى مشكله، هيحصل ايه؟ لو جه السبرم الطبيعي ده فيرتلايز البويضه دي، الجنين ماله؟ 22 هيندمج مع ال 22 اللي هم الاوتوسوم يبقى 44، والواي هيندمج مع الاكسين بقى اكس اكس واي. ايه ده بقى ان شاء الله؟ جنين عنده 47 كروموسوم. نعم، ده ازاي ده؟ عنده 47 كروموسوم؟ ايوه عنده 47 كروموسوم. طب يا مستر هو عنده 44 اوتوسوم؟ في 3 6. ده بقى ولد ولا بنت ده ولا ايه نظامه؟ هو بص اكسين زيه زي الفيميل، طب واي زيه زي الميل. ده ايه نظامه ده؟ بص امشي على القاعده اللي كنا دلوقتي شايفينها في الجدول، لو في واي هيكون في تستس، هيكون تستس، ولكن عنده اكسين. يعني ايه؟ قال لي يعني هيبقى عنده نفس الهرمونات الانثويه، دي مشكله. عنده تستس وعنده هرمونات انثويه في نفس الوقت. يعني ايه؟ دي حاله غريبه وشاذه اسمها حاله كلاين فلتر سيندروم. الدكتور اللي اكتشفها كان اسمه كلاين فلتر فاتسمت باسمه. وهذه الحاله تصيب ذكور، يعني هتتسبب في انجاب ميل. ليه؟ تشريحيا يا بابا هو عنده تستس فهيبقى ميل، لكنه عنده هرمونات انثويه عاليه جدا، فده هيتسبب في ان هو هيكون انفيرتايل. يعني ايه انفيرتايل؟ يعني ما بيخلفش، عقيم، ستيرايل، غير قادر على انتاج السبرمز اصلا بسبب كتر الهرمونات الانثويه. هتلاقي ان هو عنده مشكله كبيره وكده عمره ما هيخلف. فخلي بالك ده حاله غريبه اسمها كلاين فلتر. طب يا مستر لو حصل ان جه السبرم ده عمل فيرتلايزيشن البويضه دي، 22 بلس اكس فيرتلايز بويضه كانت 22 بلس 0، الناتج هيبقى ايه؟ 44 بلس اكس 0 او 44 بلس اكس بس، مش هنكتب الزيرو. يعني ايه ده بقى ان شاء الله؟ قال لي ده جنين هيبقى 44 ومعاه اكس. ايه ده؟ ده عنده 45 كروموسوم بس بالظبط. ده ولد ولا بنت ده؟ قلت له ما عندوش واي، هيبقى فيميل، هتكون اوفرز. مكتشف الحاله دي دكتور اسمه ترنر، فسمينا الحاله دي ترنر سيندروم. ودي يا سيدي بتصيب الفيميل او بتحصل لفيميل، هي انثى ولكنها عندها مشاكل، ما عندهاش غير اكس واحده يا حبيبي. وطالما ما عندهاش غير اكس واحده هيكون في insufficient sex hormones، يعني الهرمونات الجنسيه الانثويه غير كافيه، فمش هتوصل للبيوبرتي. she can't reach puberty يعني لن تصل الى البلوغ. اذا دي هنا حالات شاذه، حالات غريبه، حالات abnormal. كان المشكله فيها disturbance in meiosis. ساعة تكوين الجميتس حصل خلل في الميوزز، سواء كان بقى عند الراجل او عند الست. يعني انا اديت مثال هنا بالخلل في الفيميل، لكن عادي ممكن يحصل الخلل عند الميل وبرضه هيبقى في نتائج مشابهه. يبقى يا جماعه هنا ده للاسف حالات كلاين فلتر وحالات ترنر، واكلمك عنها تاني دلوقتي. ولكن هل دايما المشكله هتحصل في السكس كروموسوم؟ لا، ساعات بقى بيحصل خلل في الاوتوسوم. عندنا حاله دي بقى مشهوره اكتر، if disturbance، لو حصل الخلل في توزيع ال 44 اوتوسوم. if disturbance in autosome. مثال بقى، قال لي في بعض الاحيان بدل ما يبقى الراجل 44 بلس اكس واي
هلاقي ان هو 45 بلس اكس واي. نعم 45 ايوه عنده 47 كروموسوم، 45 اوتوسوم واكس واي. دي حاله داون، دي حاله داون. نسمع عن داون، هوريك صورته دلوقتي. ده كده هيكون داون ميل، ده هيكون داون ميل. خلي بالك ان داون ميل ما عندوش مشاكل 6 كروموسوم، فما عندوش مشاكل جنسيه، ولكن هيكون عنده مشاكل اوتوسوم جسديه. هقول لك دلوقتي. وارد يحصل الخلل في انثى فيبقى 45 بلس اكس اكس. حبيب قلبي دي كده داونز فيميل عندها 47 كروموسوم. هتلاقي ان هي عندها 47 كروموسوم. عايزك تبقى عارف ان حالات داون اللي احنا اتكلمنا عنها دي الخلل فيها في الاوتوسوم، وفي حالات داون بالتحديد بيبقى في 3 كابز ان كروموسوم بير نمبر 21. يعني دي معلومه كده اضافيه مش هنستفيد منها كتير في ثالثه، ولكن ادينا عارفين يعني المفروض ان كل كروموسوم فيه بير. يعني ال 44 دول المفروض يبقوا 22 زوج، الا ان رقم 21 هياخد كروموسوم زياده، فده بيعمل مشكله. تعال نشوف كده الكلام ده عشان ايه نلم الموضوع هنا ونخلص حصتنا كده على خير. بص يا سيدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك الابنورمال كيسز بتحصل اصلا بسبب ايه؟ خلل عندي في الميوزز. يعني الخلل اللي في الميوزز ده بيعمل حالات ابنورمال، بيحصل بسببها زياده او نقص في اعداد الكروموسومات. زي ما انت شفت دلوقتي حاله كلاين فلتر عندها 47 كروموسوم توتال، وحاله ترنر 45 كروموسوم. اذا بيبقى في خلل في الاعداد. بص ممكن يكون الخلل في السكس كروموسوم زي حاله ترنر وحاله كلاين فلتر، وممكن يكون الخلل في الاوتوسوم زي حاله داون. فهنا بيقول لي اثناء الجاميت فورميشن باي مايوزز قال لي هتلاقي ان الكروموسومز not distributed equally ما بين الجاميتس، ما توزعوش بالتساوي. بدل ما انا بوزع على 44 ل 22 22 لقيت للاسف في كروموسوم في سبرم اخذ 23 والثاني اخذ 21. المفروض اوزع 22 22، لا، حصل هنا توزيع غير متساوي بين الجاميتس. حضرتك هنا تعال نشوف بقى امثله على الكلام ده. ادي هنا طبعا بيوريك ادي 44 بلس اكس اكس. بص اثناء الميوزز للاسف تكونت بويضات ابنورمال اوفا 22 بلس اكس اكس و 22 بلس 0. والناحيه الثانيه مع حدوث الميوزز عند الميل تم انتاج نورمال سبيرمز اللي هم 22 بلس اكس و 22 بلس واي. حضرتك لما حصل عندي هنا طبعا الفيرتلايزيشن اديك شايف اهو 22 بلس اكس مع 22 بلس 0، النتيجه هيبقى 44 بلس اكس 0. دي ترنر انثى ما عندهاش غير اكس واحد، وطالما ما عندهاش غير اكس واحده اذا هنا حصل لها مشكله. خير بقى يا عمي؟ قال لي حصل ان هي ما عندهاش اوفري، سوري اسف، ما عندهاش 6 كروموسوم كافيه. كونت اوفري وبقت فيميل صحيح، لكنها مش هتوصل للبلوغ زي ما هبص معاك دلوقتي في الجدول وهنشوف الحاله بالكامل. لكن لو حصل فيرتلايزيشن مثلا ما بين هذه البويضه وهذا السبرم، هتبص تلاقي ان النتيجه اهي بقت حاله كلاين فلتر 44 بلس اكس اكس واي. في حالات ثانيه يعني هي مش هنتطرق ليها خالص، بس ايه خليني اقولها لك كده على السريع. لو احنا بنتكلم عن حصل خلل ادى الى تكوين 44 بلس واي، بص حصل له ايه؟ بيموت. عارف ليه؟ لغياب اكس. ما تنساش ان اكس ده اسمه الكروموسوم اوف لايف، غيابه بيؤدي الى الدس. حاله برضو اخيره يعني ممكن انثى تبقى عندها 3 اكس، ودي برضو حاله اسمها تريبل اكس، حاله مش طبيعيه. بص معايا كده بعد كده الجدول بقى، عندنا مقارنه ما بين كلاين فلتر وترنر وعندي داون، وهو ده الجدول اللي بينهي معاك الدرس. بص بنتكلم في ايه؟ ادينا عندنا حاله كلاين فلتر. حاله كلاين فلتر حصلت ليه؟ يعني بويضه ابنورمال 22 بلس اكس مع نورمال سبيرم 22 بلس واي، وتاني ممكن العكس. اكتبها لك بالعربي اهو، ممكن العكس. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى ابنورمال سبيرم مع نورمال اوفر. بس معلش احنا جايين على الست النهارده. حصل ايه بقى؟ اتكون جنين 44 بلس اكس اكس واي. بص هنا كده هتلاقي في كروموسومين طوال واحد قصير اكس اكس واي. طيب ايه المشكله؟ قلت له هنا هو طالما 44 بلس اكس اكس واي ما بقاش بني ادم طبيعي، ده بقى عنده 47.
اصبح يا حبيبي هنا ميل لان عنده واي، فده هيخليه ان هو يكون تستس. ولكن للاسف عنده هرمونات انثويه، فهيبدا يظهر عليه صفات انثويه زي كده increasing the size of breast، زي انه بيحصل له تضخم في حجم الثديين. فهو هنا ذكر ليه؟ عشان عنده تيستس، بس في نفس الوقت بيعاني من ستيريليتي، عقم وعقيم، وظاهر عليه صفات انثويه زي كبر حجم الثديين. طيب تعال نبص على حاله تيرنر. تيرنر برضه حاصله بسبب ان في جاميت نورمال وجاميت اب نورمال. مثلا اوفم 22 بلس 0 ما كانش عندها 6 كروموسوم، جالها سبيرم 22 بلس اكس، وبرضه ممكن العكس. ادى الكلام ده الى تكوين كروموسومال ستراكشر 44 بلس اكس. بص هنا كده على الكروموسوم رقم 23 هتلاقي اكس واحده بس، المفروض يبقوا 2، وده هنا 45 كروموسوم بس، لان المفروض هنا ان هي 44 بلس اكس فقط. طيب مين اللي بيتاثر؟ فيميل، لان طالما الجنين ما كانش عنده واي فما كونش تستس، فراح كون الاوفرز بعد 12 اسبوع. ما تنساش كده اللي حصل ان بقى عندي فيميل كانت ريتش بيوبرتي. بيوبرتي يا بابا يعني بلوغ، لم تصل الى البلوغ بسبب نقص الهرمونات الجنسيه. طيب بعد كده حاله داون. حاله داون بتيجي بسبب نورمال جاميت واب نورمال جاميت، لكن الفكره انه لازم يكون عنده اكسترا كروموسوم في رقم 21. يعني بص هنا كده معايا، لو احنا يا جماعه رحنا بصينا على البير رقم 21 هتلاقي فيه 3. مفروض ان اي حد عنده 2 بس في 21، فده خلى بدل ما كان 44 بقى 45 في الاوتوسوم، 45 بلس اكس واي او 45 بلس اكس اكس، ففي الاخر بقى عنده 47 كروموسوم زي كلاين فلتر. بس كلاين فلتر الخلل كان في ال6 كروموسوم، اما في داون الخلل في الاوتوسوم، في في اوتوسوم زياده رقم 21. وبالتالي ده هنا طالما مالوش تعلق بال6 كروموسوم، فممكن يحصل في الميل والفيميل. المشاكل اللي بيعاني منها طفل داون طبعا احنا بنشوفهم كتير، هتلاقي عنده جروس ريتارديشن، يعني تاخر النمو، نمو متاخر. شورت ستيتشر، هتلاقي ان هو طبعا قصير القامه، جسمه قصير عن الطبيعي، طبعا منتلي عقليا ما بيكونش طبعا سليم، عنده مشاكل كمان عقليه. فده كان حاله داون برضو. وكده نبقى خلصنا يا جماعه مع بعض خلصنا مع بعض الجزء بتاع الشرح النهارده. بقينا بس السؤال المعتاد بتاع كل حصه. السؤال بتاعنا يا جماعه النهارده بيقول which of the following يعتبر عندي similarity ما بين داون سيندروم وكلاين فلتر سيندروم. التشابه ما بين الحالتين الابنورمال دول، هل هم متشابهين في النمبر اوف 6 كروموسومز، ولا في النمبر اوف اوتوسوم، ولا في النمبر اوف كروموسومز ان توتال، ولا الاثنين بيأثروا على الفيميل او الاثنين بيحصلوا للفيميل؟ عايز سيميلاريتي بتحصل للحالتين دول. بالتوفيق يا حبايبي، استنى اجاباتكم في التعليقات او الكومنتس تحت، وان شاء الله الناس اللي هتجاوب صح باذن الله هيكون ليها جوائز زي ما بنوعد كل مره. اخيرا ما تنساش انك انت بعد ما تذاكر كويس الدرس تروح تحل عليه وتصحح لنفسك وتشوف فيديو الحل علشان تكون جاهز باذن الله للكويز، وان شاء الله تجيب درجه كويسه. بالتوفيق يا شباب، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي.